الحقيقة في جرأة في حركة ميدان على طرح هذا الملف بأبعاده المختلفة باعتباره كان حجر عثرة في طريق التغيير. في المتوسط شرطي لكل من 350 ل 400 مواطن. في الحالة المصرية في شرطي لكل 57 مواطن. أغلب التيارات والحركات داخل المجتمع المصري إسلاميين وغير إسلاميين في الحقيقة دايما يميلوا لهذه المساحة اللي هو الإصلاح من الداخل. ذراعيه اللي هو الأمن الوطني والأمن العام أو الأمن المركزي بيتعاملوا مع الشعب المصري باعتباره عدو. أهم العقبات والتحديات اللي ربما تواجهنا أبناء هذا الجهاز اللي هو متربي على إن هو باشا وبقية الناس دول فعلا السيد والعبيد. لأن هو حتى كمان بعد 2013 الأجهزة الأمنية ارتكبت من المذابح وأراقت دماء وظلمت الكثير وشردت، فأصبح لا في إشكال كبير. ليه؟ لأن أنا مش سافل زيه، هو سافل أنا مش سافل. هو ما عندوش حرام وحلال، أنا بقول لك لا أنا عندي حرام وحلال. الضابط المجرم اللي هو قتل واللي هو حرق واللي هو عمل الكلام ده، الأطفال دول ما لهمش ذنب إن هو أبوهم كده، ما اختاروهوش، فتروح تعاقبهم هم؟ لا مش عاقبهم. السؤال هنا يا أستاذ رضا، إيه اللي بيخلينا نفضل نموذج الشرطة المجتمعية عن النماذج الأخرى؟ التغيير مسألة وقت. على فكرة مش أنا اللي بقول كده، أنت لو بينك وبين نفسك سألت قياداتك في الداخلية هيقولوا لك الكلام ده، لو سألت جيرانك هيقولوا لك الكلام ده، لو عندك ضباط في الجيش اسألهم هيقولوا لك الكلام ده. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بودكاست ميدان. النهاردة هنناقش قضية حساسة وهامة للغاية، وهي إعادة هيكلة جهاز الشرطة المصرية. والحقيقة إنها قضية مجتمع ودولة قبل ما تكون ملف أمني. نقاش عن طبيعة السلطة، وعن موقع القوة داخل النظام السياسي، وعن العلاقة بين المواطن والمؤسسات اللي تمتلك السلاح والقوة. تجارب التعامل مع الأجهزة الأمنية في العالم أثبتت إن المشكلة لا تبدأ من الأفراد، لكن من الفلسفة الحاكمة للجهاز، ومن الدور المرسوم له داخل الدولة. هل هو جهاز لحماية المجتمع ولا أداة للضبط والسيطرة؟ في الحالة المصرية جهاز الشرطة تشكل تاريخيا كركيزة أساسية لحماية النظام السياسي، وتحول مع الوقت إلى مؤسسة مغلقة تعمل خارج الرقابة الفعلية، وبتتعامل مع المجتمع باعتباره مجال تهديد لا مجال خدمة. حلقة النهاردة من بودكاست ميدان بتفتح ملف إعادة هيكلة وتأسيس جهاز الشرطة المصرية، بوصفه جزء من مشروع سياسي أشمل لإعادة بناء الدولة على أساس مدني وخضوع السلطة للمساءلة. ضيف الحلقة النهاردة الأستاذ رضا فهمي، رئيس المكتب السياسي لحركة ميدان ورئيس لجنة الأمن القومي ببرلمان الشورى سابقا. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ رضا. حياكم الله دكتور عمر. بقالنا فترة بسيطة ما تقابلناش. أنت دايما نطلع معاك في ملفات شائكة، خد بالك يعني. صحيح. خصوصا النهاردة احنا بنتكلم عن ملف الحقيقة هو هام وحساس في نفس الوقت، والحقيقة أنه ملف إعادة بناء وتأسيس أجهزة الأمن المصرية ملف معقد، وكثير من القوى السياسية أو قوى التغيير بتحاول إن هي يعني إيه تبعد عن هذه الملفات الشائكة، لكن الحقيقة في جرأة في حركة ميدان على طرح هذا الملف بأبعاده المختلفة باعتباره أنه كان حجر عثرة في طريق التغيير، أو كان دايما هذا الملف الأمني هو العائق في عملية أي إصلاح أو تغيير سياسي ومجتمعي. النهاردة بنتكلم أستاذنا في ملف إعادة تأهيل وتأسيس الجهاز الأمني بمصر، وعايزين نطوف حول أبعاده. إيه رؤية ميدان لهذا الملف، ومن أي جانب ميدان بتتعامل مع ملف إعادة تأهيل، مش عارف هل نقول إحلال وتجديد جهاز الشرطة ولا إعادة بناء وتأسيس؟ أنا هقول بقى وأنا بجاوب يعني. اتفضل يا أستاذ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحقيقة وأنا بتجهز لهذا اللقاء الحساس والمهم، وزي ما تفضلت يعني في المقدمة إنه كثير من القوى السياسية بيحاول يتحاشى الدخول في هذا الملف، بيعتبروا نوع من الدخول في عش الدبابير إن صح التعبير يعني. وبعدين جه أمامي كده وأنا عمال بحضر اللقاء حصل في مجلس الشورى المصري في 2012 في اجتماع للجنة حقوق الإنسان، وكانوا داعين بعض الأطراف أو يعني بعض رؤساء اللجان الأخرى يعني، وأنا كنت واحد من هؤلاء. وكان ضيف هذه الحلقة أو ضيف هذا اللقاء هو الدكتور عبد الخالق فاروق. ومما أتذكره طبعا الدكتور عبد الخالق فاروق يعني حكم عليه ب5 سنوات أو تم تثبيت الحكم عليه ب5 سنوات منذ أيام قليلة يعني. نعم.
مما أتذكره في هذا اليوم إنه عندما ذكر تعداد جهاز الشرطة في مصر، قال إنه عدد المنتسبين إلى جهاز الشرطة في مصر 1,381,000. الحقيقة لما جيت أتجهز للحلقة الواحد بيحاول يتثبت من الأرقام، يعني في الحقيقة كنت أنا حاسس وقتها إن الرقم ده مبالغ فيه، يعني ضخم أوي. معقولة وزارة الداخلية فيها هذا العدد الهائل من الموظفين، سواء كانوا شرطيين أو كانوا يعني قصدي مدنيين إلى آخره يعني. وأنا أراجع الأرقام وجدت إن الرقم قفز من 1300 من مليون و381 ألف إلى 2 مليون ده حاليا. منتسب حاليا. طبعا ما فيش إحصاءات رسمية زي ما احنا عارفين، يعني احنا نستند إلى إحصاءات تأتي من مصادر يعني قصدي إيه غير رسمية بشكل أو بآخر يعني. لكن الحديث عن 2 مليون. 2 مليون ده حجم دولة على فكرة معترف بها في الأمم المتحدة، بل هناك دول في الأمم المتحدة أعدادها أقل من ذلك بكثير، يعني في دول تعدادها نص مليون وأشياء من هذا. فكون إن يبقى في جهاز الأمن داخل دولة بهذا العدد الهائل. طيب إحنا حاولت أفهم هي المعادلة الدولية عبارة عن يعني مواطن، قصدي شرطي لكل كم مواطن؟ في المتوسط شرطي لكل من 350 ل 400 مواطن. في الحالة المصرية في شرطي لكل 57 مواطن. فالفجوة هائلة، وبتكشف قد إيه إنه هذا الجهاز في الحقيقة يعني لا يصلح معه الترميم أو فكرة الإصلاح كما كان مطروح في السابق. هذا الجهاز بحاجة ماسة إلى إعادة بنائه من جديد الحقيقة. يعني أنت عندك حوالي 200,000 دول منتسبي جهاز الأمن الوطني، وعندك 500,000 اللي هو الأمن العام، وعندك 410,000 ده الأمن المركزي. تقريبا بنتكلم في مليون فرد، الثلاث قطاعات اللي حضرتك أشرت. بالظبط كده معايا. طيب المليون الباقيين ايه؟ المليون الباقيين ده عبء زائد على وزارة الداخلية ملوش أي معنى في الحقيقة. شرطة الكهرباء، شرطة المواصلات، شرطة الموانئ، شرطة المطار، شرطة يعني قصدي قطاعات كبيرة جدا. طيب وجدنا كمان إنه جهاز الشرطة ده عبارة عن 15 قطاع، وكل قطاع تحتيه إدارات عامة، عدد يصل إلى حوالي 42 إدارة عامة. الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة للجوازات، الإدارة وهكذا يعني. فجهاز بيروقراطي داخل تقريبا في كل يعني إيه شبر داخل الدولة المصرية. ومن هنا تأتي خطورة في الحقيقة الخوض في ملف من هذا النوع. يعني الناس بتتحسب أو بتتخوف من المسألة دي، وأنا عذرهم وعندهم حق في الموضوع في الحقيقة، لأن أنت داخل عش الدبابير إن صح التعبير يعني. طيب إحنا إيه فلسفتنا في الموضوع دوت؟ إحنا جربنا في الحقيقة في 2012 كان عندنا تجربة أو كان عندنا محاولة في الحقيقة لترميم هذا الجهاز بشكل أو بآخر، لكن عملية الترميم استعصت في الحقيقة، وأيضا ما كانش في مدى زمن يسمح بعملية الترميم، وكانت واجهت مقاومة يعني شرسة جدا. وبالتالي عدت سنة الحكم اللي هي بتاعت الدكتور مرسي رحمه الله دون إحراز تقدم حقيقي في هذا الملف. طيب هل هذه المحاولة كانت المحاولة الأولى؟ كانت المحاولة الأولى الجادة اللي هي كان عندها نية صادقة يعني، وعندها عزم حقيقي في إن هي تقوم بعملية إصلاح داخل منظومة جهاز الشرطة. نعم. لكن الآن لدينا قناعة ثابتة وراسخة إنه هذا الجهاز في الحقيقة لم يعد من المناسب معه التعامل على خلفية الإصلاح والترقيع إن صح التعبير، أو الترقيع يعني باللغة العامية المصرية، إن احنا نرقع الحالة دي. ده مش مناسب. المناسب في الحقيقة لهذا الجهاز هو إن هو يعاد تشكيله من جديد. على قاعدة إيه؟ على قاعدة إن هو يصبح جهاز شرطي محترف
يقوم بوظيفته المركزية والرئيسية التي يعني أنشئ من أجلها، وهي توفير الأمن للمواطن. ودي نقلة ضخمة جدا، لأن هو جهاز الشرطة على مر العصور منذ محمد علي وحتى يومنا هذا هو جهاز لحماية النظام. نعم. أيوة، النظام أصلا عنده مؤسساته التي تحميه، عنده حرس جمهوري، عنده أمن الرئاسة، عنده جهاز المخابرات العامة، يعني عنده أدوات للحماية كبيرة وفاعلة ومؤثرة. طيب ما الداعي إنه جهاز الشرطة أو جهاز الأمن الوطني تحديدا داخل جهاز الشرطة المصرية يبقى معني بالدرجة الأولى للحفاظ على أمن النظام؟ هو في الحقيقة في فلسفة عند الجهاز. هو بيشوف إنه في لاعب قوي ومؤثر وفاعل في صناعة القرار المصري اسمه المؤسسة العسكرية، وفي مؤسسة الرئاسة، وفي أجهزة المعلومات اللي هي زي جهاز المخابرات العامة، جهاز المخابرات الحربية. أنا هروح في وسط الناس دي فين؟ فأنا لازم أوجد للنظام حاجة إلى الدور اللي أنا بلعبه أو اللي أنا بقوم بيه. وبالتالي هو خلى دوره بدل ما هو دور يعني جهاز استخبارات داخلي يجمع المعلومات لتأمين المجتمع بالدرجة الأولى، في الحقيقة إلى جهاز بيقمع المجتمع من أجل تأمين النظام. وبالتالي إحنا محتاجين نغير في عقيدة هذا الجهاز، ثقافته، أدواته، هيكله. فأنت محتاج عملية يعني شاملة في هذه الأبعاد المختلفة. وبالتالي أي محاولة لاختصار إن صح التعبير أو تقزيم هذه الحالة في شوية مظاهر، فغير اسم جهاز أمن الدولة خليه جهاز الأمن الوطني. يعني هو يعني اسم، لكن هو الجهاز زي ما هو بنفس الدور. بنفس الثقافة، نفس العقيدة، نفس قصدي الأفكار، المنطلقات، الشخوص، يعني أشخاصه. فبالتالي خلاص انت هيطلع لك نفس المنتج القديم هو اللي هيطلع، سواء بقى اسمه الامن الوطني ولا اسمه امن الدوله ولا اسمه اي اسم ثالث يعني. فبالتالي فكره في الحقيقه يعني الضحك على الناس وعلى الراي العام بان احنا نعمل ترميم من الخارج او نعمل اصلاحات شكليه بشكل او باخر لم تعد مجديه مع هذا الجهاز. كنا اتكلمنا سابقا يا استاذنا انه الاشكال او الفكره الاساسيه بتكمن في ضبط العقيده، عقيده الاجهزه الشرطيه ودورها، رسم دورها داخل الدوله. والحقيقه عشان نبدا في حاجه زي كده لابد ان احنا ننظر ابتداء لاكاديميه الشرطه، الأكاديمية اللي هي بتدرس المفروض لخريجيها أو بتدرس لمنتسبي هذا الجهاز العقيدة والتدريب والفلسفة وما إلى ذلك. رؤيتنا إيه لأكاديمية الشرطة في ظل مشروعنا في حركة ميدان؟ في الحقيقة موضوع أكاديمية الشرطة موضوع مركزي، لأن هو ده اللي بيفرخ لك أو بيطلع لك الناس اللي هم هيديروا هذه المنظومة. يعني كلية الشرطة فيها مجموعة من المشكلات الضخمة جدا. أول حاجة اللي هو المعايير اللي على أساسها بيتم اختيار من ينتسب إلى كلية الشرطة. ممتاز. جزء كبير منها في الحقيقة خاضع لمنظومة فساد كبير، وبالتالي مش بالضرورة إنه الناس اللي دخلوا كلية الشرطة دول هم أمثل أو أفضل ناس أو أفضل طلبة تخرجوا من الثانوية العامة المفروض يخشوا كلية الشرطة. معروف طبعا إنه من قديم في مصر في حصص موجودة لمراكز القوى وأيضا للشخصيات العامة أو المؤثرة في صناعة القرار داخل الدولة، لطبقة رجال الأعمال، لأبناء الضباط السابقين، لأبناء الضباط في القوات المسلحة حتى إلى آخره يعني. فبالتالي فكرة المحسوبية حاضرة وبقوة. وبالتالي الطالب اللي بيخش دوت، هل هو خضع لمعايير كافية تؤهله إن هو يخش كلية الشرطة ولا لا؟ دي مسألة في الحقيقة فيها نظر. دي نمرة واحد. الأمر الآخر إنه كلية الشرطة بيتم عسكرتها من اليوم الأول. الطالب
مش زي أي طالب بيروح الكلية بتاعته وبعدين بيرجع بعد انتهاء اليوم الدراسي بتاعه بعدين يروح تاني يوم. لا، ده بيفضل داخل الكلية طوال الأسبوع وبعدين ياخد أجازة خميس وجمعة. فمن أول يوم بيتقولب داخل قالب داخل قالب عسكري مش شرطي. معسكر مغلق. بالظبط كده. مهم. دي نمرة 2. نمرة 3، المناهج اللي بيدرسها في الحقيقة هي مناهج أغلبها يعني بيدرس في كلية الحقوق، لكن المناهج الشرطية الخالصة اللي هي بتعلم الشرطي ازاي يقدم خدمة للمجتمع، وازاي يحافظ على امن المجتمع، وازاي ينظر للمجتمع نظرة احترام وتقدير واكبار، لان المجتمع ده هو اللي بيدفع له الراتب اللي هو بيحصل عليه، وهو اللي بيمنحه فرصة ان هو يخش كلية الشرطة او يكمل دراسته الجامعية بشكل او باخر. ف فالنظر، لكن من اول يوم في الحقيقة بيخش الطالب كلية الشرطة. أنا تعاملت في الحقيقة مع جهاز الشرطة في فترة صغيرة كده حتى قبل الثورة وقبل البرلمان، وشفت إزاي الطلبة الأولاد اللي هم لسه بيدرسوا يعني كل واحد فيهم بينادي للتاني يا باشا. فتخيل أنت من أول يوم أنت كنت في الثانوية العامة صاحبك بيهزر معاك يضربك في كتفك يخبطك بالشلوط كده، يعني اللي هو العلاقة الطبيعية بين الأقران يعني. تحس إن الأولاد مخشبين هياكل، مش بني ادم سلس طبيعي زيك، لا خالص. يعني الواد متخشب يعني كل تاني يا باشا والتاني يقول له يا باشا. في الحاله دي انا شفتها داخل كليه الشرطه في فتره من الفترات يعني. فده بعد اخر. البعد الاخر المضاف لهذه المساله فكره ان هو بياخد موضوع الشرطه ده كواجهه مجتمعيه، مش عمل يعني زي ما بيقولوا مقدس او وطني بيخدم بيه البلد. لا، من اول يوم هتلاقي مثلا ضابط الشرطه لما بيتخرج مثلا على سبيل المثال بيعمل ايه؟ هتلاقي كتير جدا من بيوت ضباط الشرطه تلاقي جايبين عين العساكر يعني المجندين الغلابه سواء بتوع الامن المركزي او غيره، اللي جايبه ينظف شقه والدته، او اللي جايبه ينظف شقته يروح يشتري لها الخضار يروح. فايه، في حاله من حالات في الحقيقه اللي هو الساده والعبيد. بل بالعكس، في الجاهليه في الحقيقه كان السيد بيعتبر ان العبد ده مشروع استثماري بالنسبه له، فكان بياكله من اللي بياكل منه. وكان البعد زي ما بيقولوا الصحي لعبده مهم جدا. ليه؟ عشان لما يجي يبيعه يعرف يبيعه بسعر كويس. النهارده المجند داخل الشرطة لا يحظى في الحقيقة بهذا المستوى الراقي الذي كان يحظى به العبد في الجاهلية. في الحقيقة ده ناتج عن إيه؟ ناتج عن إنه في واحد مريض نفسيا يعني أشبع أو تشبع بحالة من حالات العلو والكبرياء، وهو منتفخ في الحقيقة على الفاضي. لما تيجي مثلا تقعد تتناقش مع ضابط شرطة، لا هو إنسان مثقف ولا هو إنسان يعني قصدي متابع للشأن العام، تحس إن أنت قدام شخص مغيب. ليه؟ نتيجة لأنه المكنه ما بتطلعش غير ده. بالظبط المكنة ما بتطلعش غير وبناء عليه إحنا فضلا عن إنه كلية الشرطة دي، ليه ما فيش كليات شرطة مثلا في الأقاليم زي بقية الجامعات؟ كل الجامعات عندها فروع في الأقاليم والكليات موجودة في يعني الأقاليم المختلفة. اشمعنى كلية الشرطة هي كلية واحدة يعني مركزية؟ ليه؟ عشان يتحكم في المخرج اللي طالع بدقة. ليه؟ لأنه لو ساب الدنيا فيها نوع من عدم المركزية، فممكن تلاقي ضابط شرطة اللي هو طالع من اسكندرية غير اللي طالع هو، لا هو مطلع ناس طنبا. في قوالب استنباط بحيث ان هو تأدي الوظيفة اللي هو مخططها لها في ذهنه. اللي هو انا هنا بتكلم على النظام اللي بيدير البلد يعني. فبالتالي بيبقى حريص جدا على يعني هذه المركزية وكل حاجة تتم تحت عينيه. وبناء عليه كلية الشرطة محتاجة تغيير شامل، زي مش بس منظومة الشرطة، لا كلية الشرطة نفسها محتاجة تغيير شامل. في نمرة واحد
معايير القبول داخل كلية الشرطة. نعم. نمرة 2 المناهج. نعم. العقيدة. نعم. بالظبط كده. نمرة 3 المناهج اللي هي بتدرس، وجزء منها تدريس، قصدي العقيدة دي المدارس النماذج، قصدي المناهج اللي بتدرس. نعم. اللي هي غالبا يعني خالية من البعد الخاص بعلم النفس وعلم الاجتماع وبعض العلوم الاجتماعية اللي هي من شأنها تشكل شخصية ضابط الشرطة الإنسان قبل ما يكون ضابط الشرطة الطاغية زي ما بيقول يعني، أو المستبد أو المستعلي. فكون إن هو لا يتلقى دراسات اجتماعية يعني تغذي عنده أبعاد إنسانية ومجتمعية وتخليه يشوف المجتمع بعين قصدي مختلفة، فهيطلع لك برضو نفس المنتج. فبالتالي تغيير المناهج مسألة مهمة. برضو فكرة القضاء على المركزية قضاء مبرما. كلية الشرطة شأنها كل الكليات، يعني معلش يعني هو كلية الشرطة الناس اللي بيخشوها طبعا بعيدا عن الطبقية بالمناسبة أو احتكار فئات، مش قصدي المعنى دوت يعني. أيوة يا سيدي، طالب الطب وطالب الهندسة اللي هم بيبقوا حاصلين على أعلى الدرجات في الثانوية العامة عندهم جامعات في كل محافظات مصر وكليات هندسة في كل محافظات مصر. فأنت برضو لازم في الحقيقة تتحرر من فكرة المركزية ديت عشان حتى يبقى فيه نوع من الإبداع والتنافس اللي هو بيطلع نموذج للشرطي في اسكندرية يتفوق على الشرطي اللي في القاهرة يتفوق والعكس كذلك. لكن كون المسألة تبقى، فأنت لازم تقضي على هذه المركزية اللي هي بتطلع قوالب يعني ثابتة على هذا النحو. طب أنا هاجي يا أستاذنا للنقطة الأولانية اللي حضرتك أشرت ليها، وهي معايير اختيار الأفراد اللي هيلتحقوا بأكاديمية الشرطة أو بكلية الشرطة تحديدا. نعم. زي ما حضرتك تفضلت في الجزء الأول من الحلقة وقلت إن هي بتبقى زي كوتا ما بين بعض المؤسسات السيادية وبعض العائلات وبعض الأحزاب وبعض الفئات. ولذلك مثلا يعني ما بتلاقيش مثلا شخص عادي في المجتمع سواء بقى كان مدرس ولا كان مهندس ولا كان طبيب ان هو يبقى عنده القدرة ان ابنه يلتحق بالكلية ديت يعني. نعم. حتى دارسي الشريعة والقانون اللي حضرتك أشرت ان هي ده جزء من المواد اللي بتدرس، ويمكن ده السمة الطاغية على أكاديمية الشرطة، تدريس هذه العلوم دون التطرق للعلوم الاجتماعية. هل هؤلاء الأفراد هيكون لهم نصيب، أو بلاش نصيب لان هي مش، احنا بنتكلم ان هي مش مغنم يعني. نعم. هل هيكون لهم الحق ان اي ابن اي احد في المجتمع سواء شرائح المجتمع المختلفه هيكون له الحق ان هو يلتحق بالاجهزه الامنيه وبالجهاز الشرطي؟ نعم. خليني افاجئك بحاجه مهمه. انت في الحقيقه اذا انت احدثت عمليه التغيير اللي هي المنشوده دي، هتلاقي قطاع كبير جدا من الناس اللي هم كانوا بيدخلوا كليه الشرطه عبر طرق ملتويه وعبر رشاوي وما الى ذلك، هم اصلا مش هيعزفوا عنها. ليه؟ لانه الحاجه اللي هو كان داخل عشانها خلاص ما بقتش موجوده. هيلاقي كليه شرطه بتقول له انت خدام عند المواطن، انت في خدمه المواطن، بلاش خدام عند المواطن يعني، انت في خدمه المواطن، وانت وظيفتك توفير الامن المجتمعي والسياسي داخل البلد. فبالتالي ايوه انا كنت داخل عشان لما اتخرج من الكليه ابقى انا سيد البلد بلغه جمهور الاتحاد اسكندريه، ابقى انا سيد البلد. هبقى مش سيد البلد، هتبقى البلد هي سيدي، لا بلاها مش عاوزها. فمش هيخش بقى داخل الاماكن دي الا الناس المحترمه او الناس اللي هي جديره بان هي تدخل الاماكن دي، وهتبقى الفرص في الحقيقه متساويه بين الجميع. طبعا فكرة المدينة الفاضلة وإنه مؤسسة بلا فساد، يعني بمعنى إن هو 100%، مش قصدي المعنى دوت يعني، بس أنت لو في نسبة فساد بنسبة 90% لا هتلاقيها مثلا 20-30%. فده معناه إن هو في نسبة 50 إلى 60% من الناس اللي كانوا بيحرموا من إن هم يخشوا هذه الأماكن، أحيانا لبعد مجتمعي، وأحيانا لبعد طبقي، وأحيانا بعد اللي هو ما عنديش واسطه يعني، قصدي في الاخر يعني. نعم. فالفرص كلها تتاح قصدي للجميع في هذه الفرصه.
وبالتالي حتى كمان المفروض الجهات المنوط بيها عملية الاختيار الحقيقة مش المفروض إن هي تكون فقط مقصورة على الشرطيين، لازم يخش فيها بعد قضائي، ولازم يخش فيها بعد أساتذة جامعات وبعض الناس اللي هم الشخصيات العامة اللي هم مشهود لهم بالنظافة والحيادية والطهارة وحبهم للبلد، ناس وطنيين يعني بشكل أو بآخر. فأنت لو عملت تشكيلة هي التي تشرف على الأنبوب اللي بيمرر الطلبة من الثانوية العامة داخل كلية الشرطة، هتحصل على نتائج مختلفة تماما يعني. ممتاز. طيب أستاذنا، هناك أيضا برضو الجزئية الخاصة بالامتيازات اللي بيتلقاها منتسبي الأجهزة الأمنية. نعم. الحقيقة ده جانب من جوانب اللي هو زي حضرتك ما تفضلت، دفع الرشاوي والوسائط للقبول في هذه الأجهزة الأمنية. نعم. جزئية الامتيازات اللي بيحظى بها أفراد هذا الجهاز، زي مثلا العلاج في مستشفيات الشرطة، دخول بعض أو مش بعض، كل المرافق بأسعار زهيدة أو بدون أسعار، وكذلك الحصول على أراضي وشقق يمكن حتى بأسعار رمزية أو كده. كل ديت مميزات بتدعو أو بتخلي الناس تتقاتل، بلاش الناس يعني، هذه الطبقة بتتقاتل على أن هي تلتحق بهذا الجهاز. صحيح. هذا الجانب من من جوانب المميزات والعطايا التي يحظى بها أفراد الأجهزة الأمنية، نعم. ننظر لها إزاي؟ نعم، ما هو في الحقيقة جزء أصيل في التصور إن كل ما هو ليس بعمل شرطي لن يكون تابع لوزارة الداخلية. ممتاز. فبالتالي وزارة الداخلية كان بيخش لها دخل ضخم جدا من الوزارات المختلفة نتيجة للخدمة الشرطية اللي هي بتقدمها لهذه الجهات، واللي أصلا هذه الجهات مش لا تحتاج إليها، لكن هو بعد شرطي أمني بالدرجة الأولى، فضلا عن العائد المالي والامتيازات التي تحصل عليها، يعني قصدي وزارة الداخلية. فأنت النهاردة زي ما اتفقنا أنه في 15 قطاع، منهم 10 قطاعات قولا واحدا لن يكونوا تابعين لوزارة الداخلية. هتبقى القطاعات ذات الطابع الشرطي اللي بيخدم المواطن ويخدم الحالة المصرية بشكل أو بآخر. طيب، هل معنى كده إن إحنا مستهدفين إن إحنا نظلمها؟ يعني بمعنى إيه؟ يعني نخلي ضابط الشرطة دوت بدل ما كان إنسان في وضع معين يقوم، أنا آسف يعني، يشحت تاني يوم؟ لا، مش قصدي، مش المعنى كده خالص يعني، بس ياخد حقه. يعني حتى لو كان حقه دوت إن إحنا نضاعف له الراتب، هنضاعف له الراتب. يعني لو هو مثلا بياخد راتبه الرسمي مثلا 7000 10000، ما عندناش مانع انه يبقى 20000 و30000 بشكل مقدم معايا، بس يبقى قصدي خاضع للقانون وخاضع للرقابة في الحقيقة، بمعنى ان هو مسألة استخدام النفوذ على النطاق الواسع اللي كان حاصل، مش الواسع بقى في الحقيقة، على على النطاق المفتوح اللي كان بيحصل لضباط الشرطة، لا، مش هيبقى موجود في الحقيقة. ممتاز. انت دلوقتي طبعا بنراعي برضو كبعد آخر، اللي هو ايه، احيانا في بعض المهن كده ذات طبيعة خاصة اسمها كده، منها مهمة ضابط الشرطة، لأنه بيتعرض مثلا لتحديات، بيواجه مثلا حالات بلطجة، حاجات ناس خارجين عن القانون. أيوة ماشي، بس خد بالك إن الطبيب برضو بيواجه برضو وظيفته ذات طبيعة خاصة، خاصة طبيب الطوارئ مثلا على سبيل المثال، أو الطبيب الجراح، أو بعض التخصصات داخل الطب والهندسة نفس الشيء. فأنت مد المسطرة، يعني إيه؟ إذا أنت هتميز الضابط دوت لأنه بيشتغل في ظرف استثنائي. إحنا بنقرأ كل يوم في الصحافة إن الطبيبة الفلانية ماتت بسكتة قلبية نتيجة الإجهاد اللي هو حصل لها أثناء يعني عملها في داخل المستشفى، إن هي مطبقة 24 ساعة ورا بعض وبتعمل عمليات. أي ما دي برضو في الحقيقة ذات طبيعة خاصة. إشمعنى بس الشرطة ذات طبيعة خاصة إنما الدكتور ده هو مش ذات طبيعة خاصة، أو غيره من المهن عموما يعني.
ففكره ان انا ابقى متفهم ان الضابط ذات طبيعه خاصه انا متفهمها، وممكن عنده يبقى امتيازات، بس امتيازات مقننه ضمن القانون، مش فرض اتاوه. فاحنا ده بعد في الحقيقه برضه لازم يبقى حاضر في ذهننا، واحنا بنواجه بنواجه هذه الحاله، والا احنا هنفضل ندور في حلقه مفرغه. انت معلش اعمل نظم وقوانين وافتح له باب خلفي يدوس بيه على كل النظم والقوانين اللي انت حاططها. ففكره الرقابه على جهاز الشرطه من الاجهزه المختلفه، مش قصد الرقابه البرلمانيه بس، لا، الاجهزه المتخصصه، اجهزه الرقابه المتخصصه داخل الدوله لازم يبقى ليها دور في الرقابه على عمل جهاز الشرطه بالاضافه للبرلمان المنتخب يعني. حضرتك كنت بتتكلم ان في طبقيه اصلا داخل جهاز الشرطه. نعم. عندك الضباط برتبهم المختلفه، في العاملين المدنيين داخل جهاز الشرطه، في اللي هو امناء الشرطه، وفي المخبرين او المرشدين زي ما الشباب بيسموهم يعني. نعم. ففي طبقه حتى هم داخل جهاز الشرطه ناس شايفه ان في ناس بتحظى بامتيازات كبيره جدا جدا، وامين الشرطه مثلا ده اللي مهضوم حقه، وبالتالي بيعكس ده على المجتمع في حالة ابتزاز، فساد، ياخد من ده. ولذلك ساءت الصورة ديت، صورة الشرطة بشكل عام قدام المجتمع. هل احنا برضو عندنا نظرة للعاملين داخل الأجهزة الشرطية زي ما حضرتك تفضلت كده وقلت ان الضباط او الرتب الأمنية هيكون ليها تصور خاص بيها؟ نعم طبعا. العاملين المدنيين داخل جهاز الشرطة متعرضين لمظالم ضخمة جدا في الحقيقة طبعا، وبيعاملوا معاملة منتهى السوء. وبرضه فكرة الطبقية داخل الجهاز في علاقة الضابط بأمين الشرطة وعلاقة أمين الشرطة بالمجندين، كل ده بيسمع قصدي في ما هي يعني إيه، حالة حلقات متصلة بالظبط كده. طيب لكن أنا بقول أسوأ نموذج داخل جهاز الشرطة معبر عن حالة الطبقية هو نموذج الأمن المركزي. ممتاز. أكتر ناس تعرضوا لظلم واضح وبين هم ولادنا واخواتنا عساكر الأمن المركزي. نعم. ما يكفيش إن أنت حرمتهم من فرصة في التعليم، فبتيجي كمان تجندهم داخل وزارة الداخلية وتعاملهم معاملة أسوأ من معاملة العبيد اللي أنا أشرت ليها في الجاهلية الأولى. لأن هو السيد في الجاهلية كان بيحرص على العبد لأنه بيعتبره استثمار بالنسبة له، عشان لما يجي يبيعه بثمن كويس. إنما هني عسكري الأمن المركزي ده ملوش ثمن، ملوش دية. وأنا بقى بحكي هنا على فكرة مش موقعي باعتباري اللي هو كان رئيس لجنة الأمن القومي وفقط، لا، باعتباري مواطن مصري. أنا شفت بعيني، محدش حكالي. أنا في صغري كنت بلعب كرة القدم في أحد مراكز الشباب في شبرا، وكان ملاصق لمركز الشباب ده مركز أمن مركزي أو وحدة أمن مركزي أو قطاع أمن مركزي أيا كانت التسمية يعني. وكان بنشوفهم وهم في التوابير في الصباح، طبعا لأن احنا كنا أشبال 12 سنة، فكانوا يجيبونا بدري عشان الفرقة الكبيرة هي اللي بتاخد الأوقات اللي هي المناسبة يعني، فاحنا كنا بنروح بدري. حتى الكرة برضو فيها تمييز. بس فكان العسكري بيبقى لابس البنطلون بس، لكن الجزء العلوي ده كله عريان يعني، قصدي مش لابس حاجه. ورا كل صف واحد ماسك خرزانه ونازل على ظهر العساكر دي بالخرزانه جلد طول ما هو طول الطابور يعني، قصدي ولما يقع يفضل يضرب فيه لحد ما يقوم. فاحنا كنا اطفال صغيرين وكنا بنتاثر بالمشهد ده، وحتى الكبار والله كانوا بيتاثروا بيه. وحصل مشادات كتيره جدا مع الضباط اللي موجودين بتوع الامن المركزي اللي كانوا موجودين في الوحده دي. طبعا نقلوها بعد كده لانه لقوا انه استمرارها بالوضع ده مش يعني ايه، مش مناسب. كل يوم فعلا في اشتباك من خلال طبعا السلك، يعني في سلك عازل يعني. فانت عسكري الامن المركزي ده اللي انت جايبه ظروفه الاجتماعيه ما سمحتلوش ان هو يتلقى التعليم، فانت جايبه يعني كمان تضيف لي همه او لوضعه وضع تاني اسوأ. فتدخلوا الامن المركزي يصحى الساعه 6 الا ربع صباحا،
وبعدين يخش الطابور، وبعدين يطلع خدمة. أحيانا الخدمة تمتد من 12 ساعة إلى 24 ساعة أحيانا في وقت الطوارئ، في أوقات الطوارئ. وتاخده تديله أكل أولا غير صحي من حيث المبدأ، من حيث الجودة يعني جودة الأكل، ومن حيث الكم غير كافي لواحد مطحون على مدار الساعة. عسكري الأمن المركزي بيخرج عشان يقف في تشريفة لشخصية سياسية، بيروح يقف اللي قبلها ب6 ساعات. حتى أنا شفت مرة أحد الضباط السابقين في الأمن المركزي كان بينتقد المسألة دي على شاشات التلفزيون، بس الكلام ده بعد الثورة يعني لما كان فيه يعني. فقال حتى ده نوع من الغباء. يعني لو في حد ناوي يعمل حاجة بيقولوا له خد بالك ده في واحد مهم جاي هيعدي فتعالى. فبيقول حتى من بعد الأمني إجراء خاطئ جدا يعني. فالعسكري الأمن المركزي في عز الشمس تلاقيه واقف بال6 ساعات وال8 ساعات وال12 ساعة. ليه؟ لأن شخصية سياسية هتعدي وأصلا ممكن يقضي جيران وما يبقوش عارفينه أصلا، يعني ملوش لازمة يعني في الآخر يعني. وفي الشتاء نفس الكلام، في عز البرد موجودين يطلعوا ويقفوا. طيب فضلا بقى عن أوقات الأزمات، مين اللي بيشيل الليلة؟ هو اللي بيبقى في وش المدفع. هو عسكري الأمن المركزي ده. فهو مسكين، لا بينام كويس ولا بياكل كويس ولا بيتلقى معاملة آدميين. مش عاوز أقول أكتر من كده، يعني عامله بس حتى كآدمي مش كحيوان. فده مش موجود. طيب كان مرتبه كام بقى عسكري الأمن المركزي في 2012؟ 220 جنيه. أغلبهم بيشتري أكل على حسابه أثناء الخدمة، لأن كمية الأكل اللي بتروح له غير كافية رديئة، فضلا عن إن هي رديئة. فهو أنت لو قسمت له ال 220 جنيه دول اللي بياخدهم على الشهر، لو جابوا له مثلا كل يوم كام سندوتش فول وطعمية يحمد ربنا وشه وظهره. عسكري الأمن المركزي في آخر الإحصاءات حول 650 جنيه في الشهر. طب يا أخي عامله حتى معاملة عامل اليومية. شوف عامل اليومية بياخد كام في اليوم، وشوف حتى متوسط الأيام اللي بيشتغلها في الشهر قد إيه، واديله حاجة حتى قريبة منه. اديله يا عم 50% من عامل اليومية. لكن أنت بتجيبه تشغله في الصخرة، مدمره. مستشفى الأمراض النفسية في العباسية، في تصريح ليها منشور على وسائل الإعلام، والدكتور ده كان بيتكلم في التلفزيون المصري، بيجي لهم من عساكر الأمن المركزي يوميا من 3 إلى 4 حالات. هو بيتكلم على مركز طبي واحد على مستوى الجمهورية بيجي له في اليوم الواحد 3-4 حالات، بين اكتئاب وبين حالة هلع وفزع وبين حالة في عدم تحكم في الإخراج وأشياء بشكل يومي. أيوة يا عم، ده سجون النازي أو معتقلات النازي ما كانش شيء مختلف عن الوضع اللي أنت بتتكلم فيه دوت يعني. وبناء عليه في الحقيقة فكرة الأمن المركزي إن هو يبقى تابع لوزارة غير مسؤولة يعني زي وزارة الداخلية، في الحقيقة عندنا فيها نظر، هنعيد النظر فيها. دي نمرة 1. نمرة 2، أنت تجيبه ليه 3 سنين ليه؟ أحيانا بعضهم يبقى عائل لأسرته. عائل قصدي مش معناه إنه وحيد، يعني أحد اللي بيعولوا الأسرة. أحيانا يبقى هو نفسه متزوج وعنده أولاد. أنتوا عارفين في الريف وفي المحافظات كتير من الشباب بيتجوز في وقت مبكر يعني. فأنت حرمه من زوجته ومن أولاده، ومفيش دخل يصرف بيه عليهم، وموريه الويل على مدار الساعة. وبعدين في الآخر هو اللي بيدفع الكلفة نيابة عن الباشا. البيت ظابط يحطه في المقدمة، هو اللي يتهرس، والبيت ظابط يبقى قاعد في العربية قصدي بيتفرج عليه، أو قاعد واقف في الصفوف الخلفية بعيدا عن. فهو عسكري الأمن المركزي في الحقيقة لازم يعاد النظر
نمرة واحد في مدة التجنيد بتاعته، ليه تبقى 3 سنين؟ ليه ما تبقاش 2 سنين؟ وفي الحقيقة فكرة التجنيد الإجباري كملف كله على بعضه محتاج يدرس، نعم. يطرح مرة أخرى يعني، نعم. ونشوف قصد المصلحة فين ونعملها. طيب بلد بحجم مصر فيها 115 مليون بني آدم، أنت محتاج تجيب واحد يخدم لمدة 3 سنين في بلد فيها هذا التعداد الهائل، و65% من قوى الشعب تحت ال 35 سنة، فأنت مش محتاج المسألة دي. فليه عسكري الأمن المركزي ترحمه على أكتر من مستوى؟ نمرة واحد، لو صلحنا جهاز الشرطة فعسكري الأمن المركزي ده هيلاقي معاملة إنسان، هيلاقي أكل مناسب، هيلاقي صحة مناسبة، علاج، هيلاقي راتب يكافئ الجهد اللي هو بيبذله، هيلاقي منظومة تانية مختلفة. فبالتالي انت بتتكلم في 410,000 قوام هذا القطاع اللي هو قطاع الأمن المركزي، أيا كان عدد الضباط اللي فيه، يطلعوا كام؟ قول يعني 50,000 ضابط، في أكتر من كده مش هيجوا 50,000، أقول 50,000 ضابط، في 360,000 بني آدم عايشين في الصخرة، والناس كلها عمالة قصدي بتتفرج عليهم. فده قطاع لازم في الحقيقة يعاد تشكيله مرة أخرى بما يحقق المصلحة العامة اللي هو حالة الأمن داخل البلد، وبما في الحقيقة وبما يرفع الظلم عن هذه الفئة من الناس. ففكرة الطبقية يا دكتور عمر مش بس في الحقيقة مش متجلية قوي بشكل كبير بين الضابط وأمين الشرطة وإن كانت حاضرة، لكن متجلية في الناس المطحونة اللي تحت دول. طبعا. في برضه سؤال يا أستاذ رضا ملح في هذه المسألة، وهو جزئية الصورة الذهنية عن جهاز الشرطة لدى المجتمع. نعم. في الحقيقة يعني الجهاز الشرطة اكتسب سمعة سيئة، نعم. زي ما أشرنا في الحلقة السابقة أنه هو ارتكب من الجرائم والمظالم كم كبير جدا لدرجة ما فيش بيت مصري غير وفيه مظلمة تجاه أحد أفراد هذا الجهاز. صحيح. كيف يمكن تغيير هذه الصورة الذهنية بعد عملية التغيير، وأنه يكون في انسجام ما بين الجهاز الشرطي والمجتمع؟ هو أنا بتهيألي يا دكتور عمر المسألة دي محتاجة قبل مش بعد، يعني قبل عملية الحقيقة إعادة بناء الجهاز الشرطة أنت محتاج تشكل رأي عام حول هذه القضية، وهي في الحقيقة قضية ربحانة. ليه؟ لأنه الناس كلها جايبة آخرها أصلا من جهاز الشرطة. نعم. مفيش حد أصلا لم يطالوا أذى الشرطة بشكل أو بآخر. نعم. ده الناس عشان يروح يجدد رخصة القيادة بتاعته بيبقى اليوم على قلبه يعني إيه، بيمر عليه سنة أو ظهر عشان بس يجدد رخصة القيادة، وهي خدمة مدنية يعني. وهي خدمة مدنية معاه. فأنت النهاردة ما من إنسان مصري كبير أو صغير، غني أو فقير، نخبوي أو غير نخبوي، إلا لما طالوا حاجة من جهاز الشرطة. فبالتالي أنت مش هتحتاج جهد ضخم قوي عشان تقنع المجتمع وتصنع حالة حاضنة لهذا التغيير. بالعكس المجتمع بس لازم تعمل المسألة دي، لكن أيضا محتاج تعمل حملة داخل جهاز الشرطة نفسه للناس المنتسبين ليه، وتطمنهم على حاجتين. الحاجة الأولى إن الناس دول مش جايين يخربوا بيوت الناس قصدي اللي هو اللي هم هيجوا بدل النظام اللي موجود يعني. نعم. مش جايين يخربوا بيوت الناس، يعني بمعنى إيه؟ يعني أيوة طب ما النظام بيعمل كده، النظام ده مجرم، أنا مش مجرم. النظام بيعمل إيه؟ بيختلف معاك سياسيا، يعتقلك، يصادر أموالك، يصادر أرصدتك في البنك، يصادر أرصدة أبنائك وإخواتك، ويوسع الدائرة زي ما هو عاوز من غير لا حسيب ولا رقيب. فيصبح بين يوم وليلة الناس اللي هم أعزة قوم يصبح أولادهم بيتكففوا الناس، ولادهم أحيانا يخرجوا من التعليم لأن هم ما عادوش قادرين إن هم يصرفوا على المدارس، أو سيدة المنزل أو الزوجة تنزل تشتغل أي شغلانة عشان تنفق بيها على أولادها.
فهنا بيحول الخلاف السياسي لعقوبة مجتمعية شاملة. مش بس السياسي اللي هو مختلف معاه، طبعا هو حتى السياسي انت هو مختلف معاك، انت تسجنه ليه اصلا؟ ده سياسي يعني في الاخر يعني. لكن مع ذلك هو لا يكتفي بان هو ياخذ هذا السياسي بغير وجه حق ويحكم عليه احكام جائرة من خلال ضباط فاسدين، من خلال قضاة فاسدين، ويمكث في السجن بالعشرة وال15 وال20 سنة، وبعضهم يحكم بالإعدام، وكل ده بمصادرة أمواله. فاللي بيحصل إيه؟ إن الأولاد الأسر بيتشردوا. فمين اللي تلقى العقوبة؟ مش الشخص بس، الشخص وأسرته، بل وعيلته الكبيرة. لا، أنا مش جاي أعمل كده في الحقيقة، ومش هعمل كده، لأنه أصلا منظومتي القيمية تمنعني إن أنا أعمل كده، ديني يمنعني إن أنا أعمل كده. إن أنا في واحد أجرم، بس أنا المرة دي مش واخده باعتباره خصم سياسي، ده واحد ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، قتل، عذب، سرق، اغتصب. لما هاجي هحاسبه هو، مراته وولاده وأبوه وأمه مش طرف أصلا في الموضوع. طب حتى كمان لما هاجي هعاقبه هو كشخص. لكن أنا مش هقول إن هو إيه زي ما بيعملوا كده مع الإخوة اللي هم موظفين حكوميين أو ستاف جامعة أو ما إلى ذلك، يوقف مرتبه. أيوة، أنا هو ما حلتوش غير مرتبه. لما توقف مرتبه الأسرة دي تعيش إزاي في الآخر؟ حتى البعد الإنساني البحت مش حاضر. فإحنا عشان كده بنقول إيه وإحنا جايين نعمل المعالجة دي؟ أنا مش جاي أنتقم، أنا جاي أضبط الإيقاع، وجاي أعمل منظومة وفق المعايير الدولية، وجاي أنصف الناس. المظلوم داخل حتى المؤسسات دي هرد له مظلمته، مش لانه هو محسوب على الشرطه فخلاص خد الشرطه كده يعني ايه، حطها في برميل واحد وارميها البحر. لا، اللي اساء هيعاقب، بس مش هعاقب اسرته. وبالتالي فكره ان انا ضابط هيتحكم عليه هوقف مرتبه، لا مش هوقف مرتبه، مش هعمل كده. ليه؟ لان انا مش سافل زيه، هو سافل انا مش سافل. هو ما عندوش حرام وحلال، انا بقول لك لا، انا عندي حرام وحلال. هقابل ربنا اقول له ايه؟ ان انا شردت ناس مش ذنبهم ان هو طلع ابوهم. الضابط المجرم اللي هو قتل واللي هو حرق واللي هو عمل الكلام ده، الاطفال دول ما لهمش ذنب ان هو ابوهم كده، ما اختاروهوش. فتروح تعاقبهم هم؟ لا، مش هعاقبهم. فبالتالي احنا هنعمل منظومه عادله يا دكتور عمر. نعم. لن نستنسخ، قصدي مش هيمشي واحد مجرم باعتباره ان هو يعني قصدي عاوز اقول يعني ايه ان هو يعني ايه مش متدين، فيجي واحد متدين فيمارس الاجرام بالتدين. لا، يبقى ما عملناش حاجه. منظومة قيم منظومه وعدالة. قيم وعداله هي التي تحكم هذا الوضع. وبالتالي احنا قصدي احنا والناس اللي شبهنا، مش قصدي احنا بس دايما احنا دي الناس تفتكر ان احنا بنتكلم على ميدان لوحدها يعني، بس بقول احنا جزء من الحاله ديت يعني. احنا والقوى الراغبة في التغيير اللي حوالينا. احنا مش جايين يا جماعة، مش جاء لينتقم، لا، جاء ليرد المظالم ويرسي قواعد علاقة، أو زي ما بيسموها إيه، عقد اجتماعي جديد بمعطيات جديدة بأشخاص جدد. طيب، حتة فنية كده قبل ما ننتقل لجزئية الشرطة المجتمعية، وهي جزئية تعيين رؤساء الأمن أو رؤساء الأجهزة الأمنية ونوابهم. حضرتك أشرت إلى أنه هيبقى في نوع من أنواع اللامركزية في إدارة الجهاز الشرطي. نعم. لما رأس السلطة هو اللي بيعين رؤساء الأمن في المحافظات المختلفة، بيكون ولائهم لرأس السلطة باعتبار أنه هو ده اللي بيضمن بقاء واستمراره. صحيح. احنا رؤيتنا ايه للمسألة ديت؟ كيف ستدار هذه الأمور؟ نفس في الحقيقة هيبقى في مستويين. في مستوى لأن احنا خلاص في لا مركزية من اليوم الأول. نعم. يعني فكرة ان هو في وزير داخلية تابع للعاصمة والأطراف ده مش موجود، فممكن يترك لرأس السلطة انه يختار رأس المنظومة. كويس. معايا؟ لكن بعد كده في منظومة مختلفة بيخرج عنها
اللي هو المسؤولين اللي هو عن أجهزة الشرطة في المحافظات المختلفة وفي الأفرع المختلفة. نعم. معايا؟ نعم. طيب الموضوع دوت ممكن يتم ازاي؟ ممكن يتم بأكتر من طريقة. نمرة واحد، بعض الدول بتعمل كده على فكرة، بتعمل مسابقات، وانت قدم وقول انت مؤهلاتك ايه للمنصب اللي هو الشاغر دوت، بحيث ان هو نشوف مين احسن CV موجودة او احسن مواصفات موجودة ونختاره وفق المعايير اللي احنا حاطينها. ده بعد تاني. في ناس بيحطوا عندنا مثلا المجلس الأعلى للشرطة. نعم. على سبيل المثال ممكن يناط به هذه التعيينات، بس في تشكيلة المجلس الأعلى للشرطة في شخصيات عامة، في أساتذة علم نفس، أساتذة علم اجتماع، قضاة، وجهاء، حتى رجال أعمال. فالمنظومة دي هي اللي بيقع عليها الاختيار، بمعنى ان هو ممكن يحصل ترشيحات مثلا ل3 اشخاص يتم اختيار منهم واحد، او 5 اشخاص يتم اختيار منهم واحد. طيب ده في المركز. طب بقى هناك في الاطراف، لا، ممكن يترك للمحافظ. ممتاز. اختياره او تعيينه. اختياره او تعيينه. نعم. معايا؟ او ممكن يتم الجمع بين امرين، يعني ترشيح واعتماد. ممتاز. معايا؟ فقصدي في اكثر من نمط، واكثر من طريقه، وكلها تؤدي في الحقيقه لنفس الهدف، اللي هو تفكيك حاله المركزيه، ويصبح فعلا الاداء الشرطي مثله زي اي عمل اقتصادي. مثلا رجال اعمال بيتنافسوا مع بعض داخل الدوله على ان هو يحظى بحصه من السوق والى. هتلاقي برضو جهاز الشرطه في الدقهلية حريص جدا على انه يقدم صورة مشرفة لنموذج الشرطة اللي هي المحترمة، ويجد منافسات من الأخرى. فهنخلق حالة جديدة من التنافس لصالح المجتمع. نعم. فهو دي الفكرة في التعيينات. طيب لو انتقلنا لجزئية الشرطة المجتمعية، يعني ايه الشرطة المجتمعية؟ وهل التجربة دي طبقت في بلاد وحظيت بالنجاح؟ وتصورنا احنا ايه للشرطة المجتمعية والدور اللي هيبقى منوط بيها خلال المرحلة المقبلة؟ أنا بتهيألي يا دكتور عمر، الشرطة المجتمعية في النماذج اللي احنا قريناها قريبة جدا من فكرة العمدة وشيخ البلد زمان في مصر، اللي هو في حد بيحظى بقبول مجتمعي داخل هذه ليه؟ لأن هو زي ما اتفقنا، ممكن على فكرة ضابط الشرطة ده مش لازم يكون خريج كلية الشرطة. بالمناسبة ينفع يكون واحد مثلا دارس علم اجتماع أو دارس علم نفس، ويروح ده داخل دورة لمدة 6 أشهر ياخد بقى العلوم الأمنية، ياخد فيها العلوم الأمنية أو الشرطية. ممتاز. فقط. ممتاز. فده بيوسع لك القماشة، وبيخلي عندك حرية اختيار. لما تلاقي عندك شخصية كده متميزة بس هو ما دخلش كلية الشرطة، تروح تقول له يا فلان روح خش كلية الشرطة، خد الدورة اللي هي 6 شهور وتعالى بعدها، عشان انت مرشح لمنصب رئيس الشرطة يعني، او مدير الشرطة في البلدة الفلانية او في المكان الفلاني. ده بقى ما بيبقى فيه مرونة. ليه؟ لانه ما بيبقاش شرط ان يبقى من اهل البلدة ده، ممكن يبقى هو مثلا درس في الجامعة اللي موجودة داخل البلدة دي وهو من بلد تاني، بس اصبح محل احترام وتقدير. نعم. نتيجة ليه؟ لأنه هو يتعامل مع آلاف الطلاب من أبناء هذه المدينة أو هذه البلدة، فهو مش شخص نكرة ولا مش معروف. نعم. فكأنه في بلده، بلد التانية إن صح التعبير يعني. فأنت بتوسع لنفسك القماشة في إنك تختار أحسن الشخصيات بغض النظر عن إن هو ده موجود داخل بلده ولا لأ يعني. ممتاز. فالنموذج ده متطبق طبعا متطبق في اليابان على نطاق واسع، متطبق في جورجيا، مطبق طبعا في العديد من الدول الأوروبية، الدنمارك وغيرها يعني. فنموذج الشرطة المجتمعية هو بيجمع بين ميزتين كبار: ميزة عدم المركزية، وميزة كسر حالة الولاء المفرط للمركز،
والبعد الثالث الأهم في الموضوع إن هو بيبقى واحد من نسيج المجتمع دوت. ليه؟ لأن إحنا أنا آسف إن أنا أطلت في الحتة دي. في بعض المجتمعات في تباينات فيها ضخمة، في جزء منها قبلي، في جزء منها ريفي، في جزء منها حضري، وهكذا يعني. فكل مكان اللي بيشتغل في الاريا ديت او في المنطقه ديت عارف ثقافه الناس دول. للاسف كل ده مفقود في الحاله المصريه. يعني ممكن مثلا تجد ضباط من القاهره مثلا مسؤولين عن الامن في سيناء، حيث القبائل وثقافه مختلفه وعادات وتقاليد مختلفه ونمط حياه مختلف. فهو بيروح يلطش. ليه؟ لأن هو جاي بيتعامل مع بتوع القاهرة مش بتوع. فبالتالي الشرطة المجتمعية برضو في الحقيقة بتتجاوز مشكلات وأزمات من هذا النوع مرتبطة بالبيئة وتركيبتها يعني. طيب السؤال هنا يا أستاذ رضا، إيه اللي بيخلينا نفضل نموذج الشرطة المجتمعية عن النماذج الأخرى؟ نموذج الشرطة المجتمعية مفضل عن النماذج الأخرى لعدة أسباب، منها نمرة واحد إن هو بيهتم بمنع الجريمة قبل وقوعها، مش بيشتبك مع الجريمة بعد وقوعها. ممتاز. بمعنى إن هو عارف إن في حالة توتر مثلا بين جماهير النادي الفلاني، نادي مصري مثلا على سبيل، بين جماهير النادي الأهلي ونادي الزمالك. نعم. فهو بيبقى عنده هدف بإن هو يخفف حدة الاحتقان الموجودة لدى الجماهير، لأن هي ممكن تتحول لاحتراب مجتمعي. صحيح. فيعمل إيه؟ فيروح لإدارة الناديين ويخليهم يعملوا بعض الفعاليات المجتمعية المشتركة، تبادل زيارات، يعملوا مباريات ودية لصالح مشاريع خيرية. فكل ده بيمتص الاحتقان، حالة الاحتقان الموجودة. في مشاجرة بين عائلتين، في مشكلة بين صاحب مصنع والعمال، في ظاهرة متفشية مرتبطة بالمخدرات وما إلى ذلك. كل ده هو بيعمل معالجات، جزء منها مرتبط بتحصين المجتمع ده ضد هذه الأمراض أو المشكلات. فبيعمل توعية مثلا في موضوع المخدرات. طب عمل توعية بس لا زال في فئة ضالة مصرة على موضوع المخدرات، ما بيتعاملش معاها بمنطق اللي هو الايه البطش، لا بيتعامل معاها بمنطق اللي هو الايه العلاج. فيروح يبقى حريص على انه ياخدهم يضعهم في مصحة طبية وما يخرجوش منها غير لما يتعافوا من هذه المشكلة. ممكن كمان في الحقيقة يبقى بيراعي بعض الأعمال التنموية داخل المحافظة. الله، ده ضابط شرطة وبيراعي أعمال تنموية. ليه؟ لأن هو في شريحة من الشباب كبيرة ما عندهاش وظائف عمل. فأنا كضابط شرطة أروح لرجال الأعمال أقول لهم إن أنا ممكن أتكلم مع المركز، مع الإدارة مثلا في مصر أو مع الحكومة، بإن هم يدوكوا قطعة أرض تقيموا عليها مشروع تشغلوا فيها العمالة أو البطالة اللي موجودة داخل المحافظة. فبدال ما البطالة دي ينتج عنها جرائم سرقة ونهب ومخدرات وما إلى ذلك، هو يصرفها في مساحة تانية. فهو قاعد مش همه إن هو ينتقم من الناس أو إن هو يعني يؤذي الناس، لا، عنده هدف تاني، إزاي يقلل معدلات الجريمة إلى أدنى مستوياتها. فهي دي القيمة الكبرى في الشرطة المجتمعية. ممتاز. فيبقى الدور بتاعها ضمان أمن وسلامة المجتمع، سواء بيعالج المشكلات قبل وقوعها. طيب هل حضرتك طبعا وبعد وقوعها برضه بطبيعة الحال إذا وقعت مشكلة برضه بيتعامل معاها. نعم. في نقطة مهمة حضرتك أشرت إليها أستاذنا، وهي جزئية إنه كان هناك محاولة جادة الحقيقة في بعد ثورة يناير 2011 لإصلاح هذه الأجهزة الأمنية. نعم. ولكن زي حضرتك ما تفضلت هذه المحاولة يعني خلينا نقول بمنتهى الوضوح والصراحة بقت بالفشل. نعم. والسؤال اللي بيطرح نفسه في المساحة دي، إيه المختلف أو إيه الفرق في الرؤية اللي بتطرحها ميدان لإعادة تأهيل وتطهير حقيقي للأجهزة الأمنية، فارق بينها وبين المحاولات السابقة؟ نعم. يعني فدي جزئية محتاجين إن احنا نوضحها للرأي العام. ما هو دايما في نظرتين للتعامل مع يعني مثل هذه القضايا.
فكرة الإصلاح من الداخل، ودي أغلب التيارات والحركات داخل المجتمع المصري، إسلاميين وغير إسلاميين في الحقيقة، نعم. دايما يميلوا لهذه المساحة اللي هو الإصلاح من الداخل. نعم. وفي الناس اللي هو زي حالتنا، إن أنا في الحقيقة أنا مش جاي يعني أرمم يعني هذه الحالة اللي هي مستعصية على الترميم أصلا، يعني من حيث المبدأ، وهتجد فيها مقاومة شرسة جدا. أنت محتاج قرارات شجاعة، وأي عملية إعادة بناء لجهاز زي جهاز الشرطة المصري اللي هو بهذا الحجم اللي احنا وصفناه وبهذا التغلغل اللي احنا حكينا عنه، نعم. محتاج إرادة، يعني إرادة سياسية. فأي نظام سياسي هيجي وهو لا يحمل هذه الإرادة وعنده تصور من قبل ما يجي للحكم، مش بيجي وبعدين يفكر هو هيعمل إيه، هتستعصي عليه هذه المسألة. ولما نيجي لتجارب الدول، هنجد إنه في الحقيقة كان في تجارب، أنا أعتقد إن هي لو طرحت من أي طرف داخل الحالة المصرية قد يصفه الناس بالجنون، يعني بالحقيقة يعني. استاذن حضرتك يا استاذنا، يعني انا مش هعدي النقطه اللي فاتت ديت، اتفضل. ما تيجي نخش في العظم شويه. اتفضل. حضرتك اشرت الى قطاع زي قطاع الامن الوطني، امن الدوله سابقا واللي سمي بعد ثوره يناير الامن الوطني، واشرت ايضا لقطاع الامن المركزي، أيوه. وذكرت اعداد حضرتك قلت تقريبا 200 الف فرد في قطاع الامن الوطني، واكثر من ذلك طبعا في قطاع الامن المركزي. نعم. احنا دايما في الحاله المصريه بيشبهوا هذين القطاعين بالمخ والعضلات، صحيح. وكأن الامن الوطني هو المخ والامن المركزي هو العضلات، وديت اللي بتنفذ السياسه المحكمه في حمايه النظام القائم. نعم. القطاعين دول تحديدا احنا شايفين الحل معاهم ازاي؟ هل اعاده تاهيل واعاده بناء وتاسيس، ام بتر؟ نعم. أنت مش أنت يعني سخنت الحلقة بدري يعني. الحقيقة جهاز الأمن الوطني غير قابل في الحقيقة لأي إصلاح داخلي. هذا النظام منذ محمد علي وحتى يومنا هذا هو لديه عقيدة يعني راسخة، وهو زي ما بيقولوا متموضع داخل دولاب عمل الدولة بشكل معين. وبالتالي فكرة إن هو تعالى أنت اشتغل مثلا كنموذج، على سبيل المثال مثلا نموذج جهاز الاستخبارات الفرنسية اللي هو الجهاز الاستخبارات الداخلي اللي هو زي أمن الدولة عندنا أو الأمن الوطني عندنا، أو حتى الألمانية، اللي هو جهاز معلوماتي بالدرجة الأولى يحافظ على قيم وزي ما بيقولوا ومعتقدات هذا المجتمع، ويحافظ على أمنه. ففكرة إن هو بيشتغل كجهاز معلومات لصالح الإنسان مش ضد الإنسان، أو لصالح الشعب مش ضد الشعب. أنت عندك في الحقيقة جهاز الأمن الوطني لا يلعب هذا الدور. حتى كمان فكرة المخ والعضلات، لا، هو في الحقيقة جهاز الأمن الوطني مش مخ بس، هو جامع مخ وعضلات مع بعض، بس شكل العضلات عنده مختلف عن العضلات عند الأمن المركزي. الأمن المركزي بيستخدم العصا، بيستخدم القنابل المسيلة للدموع، خراطيش معرفش خراطيم المياه، بيستخدم أدوات اللي هي فض لكن الأمن الوطني لا، بيستخدم أساليب قذرة. يعني قصدي لا يحصل على المعلومات بطريقة مهنية، لكن يحصل عليها بقهر الناس وإذلال الناس وتعذيب الناس فوضع قصدي يعني وده موجود في الحاله المصريه، ده موجود في الحالة المصرية بشكل أو بآخر. فأنت النهاردة، ما أنا بقول لك، في 2012 إحنا حاولنا في الحقيقة نلعب في العقيدة بتاعت جهاز الأمن الوطني بعد تسميته قصدي الجديدة. في الحقيقة لم نحقق أي نجاح يعني. وبالتالي أنت هذا الجهاز محتاج إعادة تشكيل من الداخل. يعني إيه إعادة تشكيل من الداخل؟ جهاز الشرطة ده كله على بعضه ده جهاز مدني، نعم، ما هوش جهاز عسكري. فكرة عسكرة الجهاز الشرطة في الحقيقة كان خروج على المتعارف عليه دوليا إن صح التعبير، إن ده جهاز مدني. وبالتالي هتلاقي مثلا ضباط الشرطة
بياخدوا رتب زي ضباط الجيش. أنت جهاز أمن داخلي، فالرتب والقيادات والجيش دي عشان العدو الخارجي، مش ما فيش عدو داخلي. الشعب مش عدو، ما ينفعش تتعامل مع الشعب باعتباره عدو يعني. فجهاز أمن الدولة في الحقيقة أو جهاز الشرطة بذراعيه اللي هو الأمن الوطني والأمن العام أو الأمن المركزي، بيتعاملوا مع الشعب المصري باعتباره عدو. خطر وعدو. نعم. وبالتالي هو بيستهدفوا بكل الأساليب المشروعة وغير المشروعة. وعند أمن الدولة غير المشروع أكبر بكتير من المشروع. ليه؟ لأن هو جهاز مش محترف، ما بيعرفش يحصل على المعلومة بالشكل الاحترافي، فبيلجأ للطرق التقليدية اللي هو يعني إيذاء الناس وتخويفهم وتعذيبهم وإلى آخره يعني. فهنا يعني عاوز أقول ده نابع من إيه؟ نابع من ثقافة هذا الجهاز اللي نشأ عليها من أول ما الضابط ده التحق بهذا الجهاز من أول يوم. وإحنا شفنا، فاكرين إحنا الفيديو بتاع الراجل عميد الشرطة اللي هو كان بيتكلم على أيوه إحنا السادة ايوه. والشعب هم الإيه العبيد. كان بيتكلم قصدي بهذه اللغة. وده في الحقيقة يعني مفهوم أو انطباع أو قناعة مترسخة في قطاع كبير جدا من المنتسبين لجهاز الشرطة بشكل عام، وخاصة جهاز أمن الدولة والأمن الجنائي بشكل خاص. طيب إحنا الأجهزة دي وظيفتها إيه كلها على بعضها؟ الجيش والشرطة والقضاء والإعلام يعني وظيفتها في الحقيقة إن هي تحافظ على مكتسبات الشعوب. مكتسباتها قصدي المختلفة، يعني قصدي المكتسب السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الديني، القيمي، كل دي. فكون إن هو الجهاز يتحول من أداة للحفاظ على مكتسبات الشعب لجهاز عدو للشعب، يعني سبحان الله. في الإسلام حاجة يعني ملمح عجيب جدا فيما يتعلق بفكرة الأمن دي. تجد مثلا في الحديث من بات منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنت لو بصيت على الثلاث معطيات دول هم في الحقيقة الثلاثة أمن. فيهم أمن اقتصادي، نعم، وفيهم أمن اجتماعي معاه، وفيهم اللي هو يعني إيه أمن نفسي. ففكرة الأمن دايما حاضرة، أنا أعتقد في يعني قصدي في كل العقائد والشرائع الإسلامية لكن السماوية، لكن في الإسلام واضحة بشكل كبير. نعم. طيب في الآية فليعبدوا رب هذا البيت اللي إيه بقى؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ففكرة الأمن لأنها هاجس كبير عند الإنسان بفطرته بطبيعته، فهتلاقي كل الشرائع والأديان بل حتى والقوانين والأعراف الدولية تتمحور حول الإنسان وحرية هذا الإنسان ورفاهية هذا الإنسان وأمن هذا الإنسان. فبالتالي هو الإنسان هو محور يعني إيه محور الكون زي ما بيقولوا يعني. نعم. وبالتالي كل الأجهزة اللي هي بتنشأ في أي دولة سواء جيش شرطة قضاء معرفش إيه، المفروض إن هو رسالته الأولى والأهم هو في الحقيقة الحفاظ على حقوق هذا الإنسان، آدمية هذا الإنسان، مش في الحقيقة ترويعه وتفزيعه وأداة قمع في يد السلطة الحاكمة اللي بتبطش بهذا المجتمع. يعني سبحان طبعا بعض الناس بيعتبروا انه السياسيين ما يصحش ان هم يستشهدوا بالايات القرانيه ويتكلموا في الاحاديث، يعني على اعتبار ان انت راجل سياسي انت مش شيخ يعني طبعا ده مفهوم عند كتير جدا من الناس اللي هم دول العالم الثالث. لكن هو احنا بنشوف حتى الساسه الغربيين بيستشهدوا بنصوص من الكتاب المقدس وما حدش بيلوم. طيب فارجع تاني في المساله دي. السؤال ده حضرتك كنت هتبدأ تتكلم فيه التجارب العالمية
اللي مرّت بها شعوب كانت تحرّرت من الاستبداد أو من القمع، كان ليها تجارب في عملية إعادة تأهيل وبناء أجهزتها الأمنية. نعم. هل في نموذج إحنا بنسترشد بيه من هذه التجارب؟ ورؤيتنا هل ممكن مصر أو الجهاز الأمني في مصر يستفيد من هذه التجارب، والّا إحنا لينا النموذج الخاص بينا اللي بينطبق فقط على الحالة المصرية؟ طبعًا إحنا في الحقيقة درسنا العديد من التجارب في الدول المختلفة، وفي الحقيقة خدنا برضه شرائح من بعض الدول المتقدمة، بعض الدول اللي هي في الإقليم اللي هي مشابهة لينا بشكل أو بآخر، نعم. أو الدول حتى التي تحاكينا في عدد السكان، في الظرف السياسي أو الوضع السياسي اللي موجود، حالة الاستبداد إلى آخره يعني. في طبعًا نموذج أنا باعتبره ملهم، لكنه قد لا يكون في كل التجارب اللي إحنا درسناها عمومًا لن تستطيع أن تستنسخ تجربة وتجيبها تطبّقها في الحالة المصرية. نعم. أنت هيبقى ليك نموذجك الخاص يعني أو تجربتك الخاصة كمصر، لكن أنت بتحاول تستفيد من تجارب الآخرين وتاخد من هنا نقطة مضيئة، ومن هنا نقطة، وتاخد بالك من تهديد حصل في التجربة إلى آخره يعني. فمثلًا من اللافت للنظر في النموذج جورجيا إن صح التعبير يعني، على سبيل المثال يعني، اللي حصل فيها ممكن تعتبره نوع مجزرة لجهاز الشرطة. ليه؟ لإنه جابوا بنت عمرها 27 سنة، كانت نائب لوزير الداخلية هناك أو المسؤول عن الأمن في هذه البلد، وهي كانت جاية بتصور واضح إن جهاز الشرطة ده غير قابل للإصلاح من الداخل. فقامت بالإطاحة بقرابة 65% من منتسبي هذا الجهاز. وبعدين اشتغلت على ال35% الباقيين دول، اشتغلت عليهم تدريب وتأهيل وإعادة صياغة للشخصية الجورجية مرة أخرى، و صاغت كمان قانون جديد لجهاز الشرطة، وضعت تصور جديد للعقيدة الشرطية إن صح التعبير، والثقافة الشرطية، وإزاي إن الشرطي ده خادم عند الشعب مش سيد على الشعب، وإن الشرطي ده جاي وظيفته بياخد مرتبه عشان يحمي الشعب مش عشان يحمي السلطة، أيًا كانت السلطة، سواء كانت مستبدة في الحقيقة أو غير مستبدة، هو مش وظيفته إنه يحمي السلطة، هو وظيفته إنه يحمي فعملت مقصلة زي ما بيقولوا يعني. هذه البنت اللي هو 27 سنة، أنتم طبعًا عارفين إحنا في ثقافتنا الشرقية يعني دايمًا إيه، يقول لك إيه، عاوزين ندّي فرصة للشباب بقى، يعني إيه، وبعدين تيجي تبُص على الشباب اللي هم عاوزين يدّوهم فرصة، اللي هم إيه 50 و60 سنة، وبيعتبروا إن هو يعني إيه في حالة نزول بالسن يعني بشكل أو بآخر. لكن هذه البنت في الحقيقة أحدثت طفرة هائلة، يعني استفادت بشكل كبير من التقنيات الحديثة، من التكنولوجيا، من آآ أيضًا تجارب الدول اللي سبقت جورجيا فيها. لكن النموذج الجورجي في الحقيقة نموذج مصغّر، لإن هي بلد صغير جدًا يعني تعدادها لا يتجاوز ال5.000.000، يعني إيه تقريبًا أقل من حجم سكان شبرا مثلًا، حي شبرا على سبيل المثال. فبالتالي النموذج ده صعب إنك تيجي تحاكيه في بلد 115.000.000، فصعب إنك تجيب النموذج ده وتحاكيه. البُعد الآخر إن إحنا برضه عندنا ثقافتنا الخاصة. يعني إيه ثقافتنا الخاصة؟ يعني إيه ممكن الآخر يبقى فكرة يعني تشريد أسر وعائلات ضباط الشرطة حاجة عادية بالنسبة لهم، لا إحنا بالنسبة لنا مش حاجة عادية. فده قصدي ممكن يبقى مُعطى وإحنا بنفكّر في المسألة دي، إحنا هنعملها إزاي دون المساس أو الإضرار بأسر وعائلات هؤلاء الناس اللي أنت بتفكّر إنك تسرّحهم أو تغيّر الوضعية بتاعتهم أو تنقلهم لأماكن أخرى. أنت صحيح داخل تعيد تشكيل الجهاز، بس مش داخل بروح الانتقام، يعني أنت يعني إيه، مش هدفك إنك تنتقم في الحقيقة، نعم. لكن هدفك إنك تعمل تبني جهاز شرطي بالمعايير اللي هو متعارف عليها دوليًا وعالميًا، وقصدي وقيميًا داخل المجتمع المصري يعني. فبالتالي وأنت بتفكّر لازم يبقى ده
حاضر بالنسبة لك. يعني أنا النهاردة مثلا على سبيل المثال لو جيت أفكر في إن أنا النموذج الجورجي ده، طبعا أنا ميال أكتر في الحقيقة للنموذج الياباني، ده مثالي بالنسبة لنا يعني في الحقيقة. لكن خليني أقول فكرة النموذج الجورجي، وليه مثلا إحنا مع إنه حقق نجاحات ضخمة جدا وبنى جهاز شرطة مشهود له عالميا الآن، وله زي ترتيب أو ما إلى ذلك، اللي احنا ما بنروحلوش زي ما بيقولوا لأنه دي بيئة مختلفة عن بيئتنا، فبالتالي أنت بتراعي البيئة اللي أنت يعني. طيب دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن أنت لازم يبقى عندك قدرة على الفرز داخل هذه الأجهزة. صحيح في قطاعات أنت اوريدي وأنت مغمض كده أنت هت يعني هتنتزع يعني زي ما بيقولوا يعني ايه هتنتزع ايه تبعياتها لجهاز الشرطة. يعني شرطة الكهرباء، وزارة الكهرباء تشتري الخدمة، تجيب شركات أمن خاص، تعين نفس الناس دول بس هم هي اللي بتديرهم وهي اللي بتشرف عليهم، المطارات، الأحوال الشخصية. فأنت في قطاعات كتيرة جدا من 15 قطاع، ربما الشرطة أو العمل الشرطي في كل هذه القطاعات لا يتجاوز إلا 4 إلى 5 قطاعات، وعندك 10 قطاعات عبء زائد ملوش أي معنى. فبالتالي وانت جاي بتخوض التجربة بتاعتك الجديدة ديت، والنموذج الياباني مثلا اللي انت مسيطر عليك او مسيطر علينا كحركة ميدان ضمن رؤيتنا لإعادة بناء جهاز الشرطة. في الحقيقة أفكار مبدعة في هذا النموذج، احنا قد نحتاج ليها بشكل أو بآخر. هل يدخل في هذا التصور، يعني برضو سؤال مباشر وواضح، يعني هل يدخل في هذا التصور أن يتولى وزارة الداخلية المصرية شخصية سياسية مدنية؟ قولا واحدا، جهاز الشرطة المفروض يبقى على رأسه شخصية مدنية، هو جهاز مدني بالأساس في الحقيقة. وكمان بعض الدول في الحقيقة ما بتديش جهاز الشرطة رتب وألقاب زي المؤسسة العسكرية، لا، ده بيبقى اسمه رئيس الشرطة في مقاطعة كذا أو مدير الشرطة في مقاطعة كذا. ما فيش اللي هو فلان والعميد، لا، ده مش موجود. ليه؟ عشان يحافظ على الصبغة المدنية لهذا الجهاز، وما ينحرفش أو ما يتحولش لنمط عسكري بشكل أو بآخر. طيب، حتى كمان قوات اللي هو فض الشغب اللي موجودة في الدول الأخرى برضو مش عسكريين على فكرة، ناس مدنيين بس مدربين تدريب عالي المستوى، بيخليهم يقوموا بهذه المهمة يعني. فبالتالي بيخلي يعني زي ما بيقولوا أداء هذا الجهاز ومصداقية هذا الجهاز وسط الناس. وأنا أحكي حكاية بسيطة يعني حصلت معايا. أنا أول ما جيت تركيا هنا كان عندنا مترجمة بنت كده لطيفة كانت اسمها عائشة يعني. فأنا ماشي بالعربية فوقفني ضابط المرور، فإحنا واخدين بقى على إيه في مصر انزل لي ضابط المرور يعني، قصدي ما هوش ضابط امن وطني ولا لا، ده ضابط المرور يعني. المفروض ان هو بيقوم بعمل خدمي بحت يعني. نعم. انزل لي بهذه الطريقه طيب ماشي، ممكن ما يلاقيش معاك عندك اي مخالفه، يقول لك روح خد رخصتك من الدراسه يعني او من المكان الفلاني. ايوه انا مش مخالف يعني، ايوه روح خدها من هناك. ليه من غير ليه؟ اما بقى اذا كنت مخالف بقى فويلك وسواد ليلك يعني. لكن في النموذج هنا لما المرور التركي اوقفني، فانا لسه جاي بشوكي بقى يعني، قصدي من مصر يعني، فايه بفتح الباب قلت انت بتفتح الباب ليه؟ انت تفتح الشباك حته بس كده وتناوله الرخصه، يلاقيها ايه يقول لك شكرا اتفضل. ما فانا ماشي بسالها، بقول لها يا عائشه انا بلاحظ انه العلاقه بينكم وبين جهاز الشرطه يعني انت مش خايفه منه قالت لي ايوه اخاف ليه؟ هو ده موظف بياخد مرتبه من الضرائب اللي احنا بندفعها، قصدي بهذه البساطه على فكره وبهذه اللغه يعني من غير تكلف يعني. فهي مستغربه سؤالي اصلا يعني، هي انت بتقول ايه يعني؟ فانت تفتح له الشباك على قد ما تدي له الرخصه، يبص عليها يردها لك، تاخد بعضك قصدي وتمشي يعني.
فاحنا عاوزين في الحقيقة جهاز شرطة يبقى يعني مطابق لمثل هذه المواصفات، وده اللي احنا في الحقيقة بنسعى ليه. وبالتالي ارجع تاني واقول النموذج الجورجي في الحقيقة ملهم، وبالنسبة لنا مهم، لكن وفق ثقافتنا وقناعتنا احنا، يعني إن صح التعبير. طيب النموذج الياباني، اليابان بعد الحرب العالمية الثانية ما كانش في بلد، يعني قصدي حاجة مساواة بالأرض يعني. وأنا بعتبر إن هو في الحالة المصرية إحنا قريبين جدا من وضع اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، لأن هو المشكلة مش في إن أنت في بيوت هدمت وناس ماتت وخلاص، لا، ما أنت ممكن تحول الدولة لبلد في الحقيقة مضروب بقنبلة نووية من غير ما البيوت تبقى مهدمة. فالوضع في مصر يشبه هذه الحالة على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على مستوى الأمن القومي، على المستوى التماسك المجتمعي، على مستوى الانتماء، على مستوى. فأنت في حالة في الحقيقة يمكن محاكاة النموذج الياباني يبقى رافعة بالنسبة لك في المستقبل، اللي هو إيه؟ أبرز ملامحه يعني فكرة عدم المركزية. ميزة عدم المركزية إن هو ما بتخليش الشخص مصيره مرتبط برئيسه. ليه؟ لأنه دايما بيبقى خايف في موضوع الترقيات، موضوع الحوافز، موضوع إن هو يعني إيه، يوديه مثلا مكان نائي بعيد انتقاما منه، فدايما بيبقى حريص جدا على إن هو يكسب يعني ثقة أو رضا رئيسه، بغض النظر عن الاداء اللي هو هيأديه بشكل او باخر. نعم. فهو المنظومه في اليابان منظومه لا مركزيه بالدرجه، فيها جزء صغير مركزي، منظومه لا مركزيه. برضو عندهم يعني جزئيه مهمه جدا لما هنيجي نتكلم على الشرطه المجتمعيه، هي دي اساس الشرطه في الحقيقه في اليابان. اللي هو ايه؟ ان هم بيجيبوا الشرطي من اهل البلده نفسها، وبتبقى وظيفته مش ان هو يروح يشوف الجريمة بعد ما تقع، او بعد ما تحصل المشكلة يروح يشوف هيحلها ازاي، لان هو بتبقى وظيفته بالدرجة الاولى ان هو بيحل المشاكل قبل ان تقع. ليه؟ لان هو من اهل البلدة، فهو عارف انه في مشاكل بين العيلتين اللي هم سين وصاد، فهو بيتخذ اجراءات وقائية من الاول لنزع فتيل يعني هذه الازمة من ان هي تتطور ل يعني صدام مباشر بشكل او باخر. عارف ان في بؤره مثلا للمواد المخدره، الحشيش والهيروين والى اخره، بيروح يعمل ايه؟ ياخد الناس دول ويديهم مصحات ويتابع علاجهم واشياء. طيب هل معنى كده انه ده بيخلي الجريمه مش موجوده؟ لا، بس بيخلي معدلات الجريمه تنخفض لمستوى متدني جدا. طيب بيعمل ايه تاني ضابط الشرطة ده؟ بيعمل ثقافة مجتمعية، ثقافة يعني قصدي وسط الناس، اللي هو ايه؟ فكرة انت ليه تعرض نفسك للمساءلة؟ يعني انت عشان تقود العربية المفروض تقود مثلا في الشارع اللي هو الهاي واي ده مثلا على 120 كيلو، انت ليه تبقى 140؟ فده خطر على حياتك فبيقوم بدور ثقافي وتوعوي لسكان فبتنشأ بين ضابط الشرطة دوت وبين المجتمع علاقة حميمية، مش علاقة الخوف والترهيب. ما هوش نايم ومش عارف هو هيصحى في تاني يوم الصبح يلاقي نفسه بين ولاده، ولا يلاقي نفسه في حجز وفي قسم شرطة. فده بيخلي المجتمع مجتمع صحي، بينزع منه يعني ايه جزء كبير من العداوات اللي ممكن تنشأ بين الناس بسبب او باخر، بسبب خلاف على مرتبات في العمل، على وظيفة الى اخره. فبينشأ مجتمع من هذا النوع. احنا عاوزين في الحقيقة المجتمع المصري من حقه ان هو يعيش زي بلاد العالم المحترمة. احنا يا جماعة بلد مش على هامش التاريخ، احنا بلد ضارب في جذور التاريخ.
احنا دولة 115 مليون، عندنا إمكانات وقدرات رهيبة مهدرة في أغلبها. فبالتالي أرجع فالنماذج اللي احنا درسناها، في أكتر من نموذج في الحقيقة. هناخد من هنا حتة ومن هنا حتة، بحيث إن احنا نفصل بدلة على مقاس المصريين أو على مقاس الدولة الدولة المصرية، مش لن نحاكي نموذج بشكل كده عمياني، لكن كما قلت هنعمل حاجة تناسب الحالة المصرية. طيب عشان يبقى فيه هذا النموذج وإن هو يكتب له النجاح، لابد أن تتوفر أكيد عوامل في سبيل الأمر دوت يعني. خلينا قبل ما نتكلم على عوامل النجاح أو العوامل المساعدة لإصلاح الأجهزة الأمنية أو إعادة تأسيسها أو بنائها، نتكلم في أهم العقبات والتحديات اللي ربما تواجهنا أو أكيد هتواجه أي حد بيدعو للتغيير، خصوصا أن حضرتك أشرت إنه الجهاز الأمني في مصر بقى متغلغل في كل قطاعات البلد، زي آه. حضرتك أشرت في الكهرباء وفي المواصلات وكذا وكذا وكذا، وده بهدف إن هو يبقى ماسك يعني بمفاصل المجتمع ومسيطر لحساب السلطة الحاكمة. نعم. إيه هي العقبات أو التحديات من وجهة نظرنا اللي هتواجه اللي بيسعى لعملية التغيير، وكيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟ تمام، سؤال مهم جدا. نمرة واحد، أول عقبة هو مركزية جهاز الشرطة داخل الدولة، ومركزية جهاز الشرطة داخل الجهاز نفسه. فبتخلي مصالح الأطراف مرتبطة دايما بالمركز، وبالتالي لما بيجي المركز يقاوم عمليات التغيير أو إعادة البناء، ما بيقاوموش منفردا، بيقاوموا بكل أذرعه اللي هي موجودة في كل حتة، زي ما شرحنا أو زي ما قلنا يعني، إن هو متغلغل في أجزاء كبيرة من الدولة. ده بعد. البعد الثاني هو ثقافة أبناء هذا الجهاز، اللي هو متربي على إن هو باشا، وبقية الناس دول فعلا السيد والعبيد، يعني إن صح التعبير يعني. وأنا برضو بحب دايما استشهد ببعض المواقف لأنها تقرب النظر يعني، أو تقرب المثال بشكل كبير جدا يعني. أنا كنت أعمل في بداية حياتي في شركة أي تي في ميدان الحجاز، وكان هناك في زي موقف اللي هو الباصات. ما كانش عندي عربية أياميها، كنت لسه خريج جديد وكده يعني، وعلى باب الله يعني. وفي أمام الموقف ده معهد عالي للعلوم الإدارية وأشياء من هذا القبيل. فعارفين إن إحنا حياة الجامعة والمعاهد وكده، الولاد بيقفوا مع البنات فظابط والله لا أنسى صورته يعني. عارفين صورة السادات اللي هي الشهيرة ديت، اللي هو بيبقى ماسك العصاية دي وكده وحاططها تحت باطه كده ولابس مش عارف اللي هو البتاع الطويل ده. فالظابط ده كان ملازم أول يعني إيه، مش رتبة كبيرة ولا حاجة يعني، وماسك إيه العصاية ديت ويبدو إن هو مثلا عجبته بنت مثلا واقفة مع ولد ولا حاجة، أو عاكسها أو أشياء من هذا القبيل. فالولد بطبيعة الحال يعني ما يعني بيدافع عن زميلته أو ما إلى ذلك يعني. الضابط ده مسك الولد ده، طحنه أمام الناس، والكل يترجاه. طب خلاص بقى يعني حصل خير وما اعرفش، هو ما يقصدش ما اعرفش ايه، لا لازم ياخدوا معاه اسم الشرطه. ايوه، طب هو الولد عمل ايه؟ الولد ما عملش حاجه على فكره يعني، لا سبه ولا ضربه ولا عمل له اي حاجه. هو اعترض على ان هو يعني ما يصحش انك تعمل كده، قصدي حاجه لفظيه يعني. نعم. لكن هو الباشا مش متخيل اصلا ان في مواطن يقول له انت تعمل ولا ما تعملش ولا ما ينفعش. لا، هو مش متخيل كده يعني. فهو متربي من صغره على هذا طيب. لما قامت ثورة يناير، كانت في إشكالية في اسم شبرا، وبدأوا بقى يعني إيه يستعينوا بالناس رموز الإسلاميين في المنطقة، عشان يعني إيه كان الشرطة في وضعها يعني في أسوأ حالاتها يعني، صح التعبير. لكن برضو لفت نظري مأمور الاسم كان بيقول إيه بيقول خلاص بقى هي راحت علينا بقى خلاص يعني، كانت الزمن بتاعنا خلاص ما بقاش زمننا يعني. نعم. فتلاقي له برضه ولد
ضابط شرطة صغير كده، فقال له لا يا باشا، احنا هنفضل في وجود ناس في مكتب المأمور عددنا، احنا كنا وهنفضل أسياد هذا الشعب. فأنا قصدي هذه الثقافة أحد أهم العوائق اللي موجودة. الحاجة الثالثة في الحقيقة شبكة المصالح اللي المتبادلة بين الشرطة ومراكز قوة داخل المجتمع، الشرطة ورجال الأعمال، الشرطة والقضاء. احنا عارفين مثلا ان في الأحكام في القضايا السياسية كلنا كنا بنبقى عارفين يعني ان القاضي بيبقى منتظر تليفون من امن الدوله يقول له مين اللي هيخرج ومين اللي هيتم التجديد ليه. فجهاز الشرطه مسيطر على جهاز القضاء، مسيطر على رجال الاعمال، مسيطر على البلطجيه اللي موجودين في داخل الدوله. في 2011 كان تعدادهم يعني تقريبا حوالي 300,000، الله اعلم دلوقتي وصلوا يعني وصلوا لكام. بقى وضعهم مقنن دلوقتي، شركات حراسة وشركات أمن. لا ده غير المقننين كمان، لا ما هو مش هيقدروا يقننوا كل الناس في الحقيقه. فغير المقنن كمان بالإضافة للمقنن اللي حضرتك أشرت ليه يعني. ف... فالشرطة متغلغلة في قصدي فده برضه في الحقيقة تحدي، تحدي مش بسيط. برضه في الحقيقة داخل من ضمن التحديات إن أنت تبقى شايف من دلوقتي بعض النماذج النظيفة والمحترمة واللي مش معروف عنها فساد سواء مالي أو أخلاقي أو ما إلى ذلك، لان انت مش هتروح تجيب 2 مليون واحد وتروح رميهم في البحر. هيفضل عندك شوية مفاتيح ان صح التعبير لازم تبقى واخد بالك منهم من دلوقتي. ليه بقول هذا الكلام؟ لما كنا بنناقش ميزانية الشرطة، الكلام اصلا بيجيب بعضه يعني. صحيح. لما كنا بنناقش ميزانية الشرطة في اللجنة عندنا، جه واحد كده وهمس في اذني قال لي يا سيادة النائب، الراجل اللي انتوا بتناقشوه ده متهم في قضية اختلاس 12 مليون جنيه وهو المفروض أصلا في السجن، فإزاي هو اللي جاي وبيناقش معاكوا الميزانية بتاعت وزارة الداخلية؟ طبعا بص أنا أقول لك أنا فعلا صعقت، كنت مذهول طبعا إيه، بس قلت أتحقق يعني الراجل ده يكون مثلا. قلت له أنت متأكد من اللي أنت بتقوله؟ قال لي أيوه أنا متأكد، أنا في الشرطة بعرفه كويس جدا، ده مختلس 12 مليون. قلت له ايوه هيجيبوه من السجن ازاي؟ قال لي ده هم مطلعينه مخصوص يناقش الميزانيه ويرجع تاني. ففعلا اتصلت باللي هو مين، محمد سعيد الله يرحمه وتوفي بقى. فقلت له انا عاوزك ضروري جدا. فجه خير يا سياده الرئيس؟ قلت له ينفع اللي انتوا بتعملوه ده؟ قال لي خير. قلت له الراجل اللي انتوا جايبينه يناقش الميزانيه دوت، جايبين واحد من السجن مخرجينه وهو متهم في قضية اختلاس 12 مليون جنيه يناقش. قال لي معلش يا سيادة الرئيس امسحها فيها المرة دي، بس هقول لك حاجة، هما ما عندهمش حد غيره يناقش معاكم الميزانية، هما لو كان عندهم حد غيره كانوا جابوه. فجهاز الشرطة بيروح يخرج واحد يعني قصدي متهم لأنه ما كانش لسه اتحكم عليه وقتها يعني، متهم في قضية في اختلاس 12 مليون يناقش الميزانية. طيب لما جينا نشوف بنود الميزانية لقينا في بند شراء طبنجات يعني من إيطاليا. لا يحضرني الرقم بس رقم ضخم يعني كبير يعني. ف... فخلاص المهم يعني ناقشنا الميزانية واتفقنا على إنه الميزانية ديت يعني إيه هيتم تقليصها بنسبة تصل إلى حوالي مثلا 30 إلى 35%. طبعا كان في زلزال داخل وزارة الداخلية وحاولوا بكل سبيل يهديك يرضيك ما اعرفش ايه. قلت لهم والله احنا ايه بنعمل المصلحه العامه وشايفين ان دي مصروفات في الحقيقه في غير محلها مش هنقدر نتجاوزها يعني. لما جينا بقى نناقش الميزانيه بتاعت آه اللي هو اسمها ايه، الوزاره اللي هي التصنيع الحربي، ماشي، وزاره التصنيع الحربي، لقينا ان هم بيصنعوا طبنجات
فانا بقول لهم هو انتوا بتصنعوا بالطبنجات؟ قالوا اه بنصنع طبنجات على فكره متميزه جدا يعني. قلت لهم تكافئ الطبنجه بتاعت الشرطه؟ قال طبعا متفوقه عليها بكتير. ايوه، طب ما بياخدوش من عندكم ليه؟ قالوا عشان لو خدوا من عندنا مش هياخدوا عمولات. فعاوز اقول ارجع تاني سبب الحكايات دي عشان اقول انه شبكه المصالح بين جهاز الشرطه وبين قطاعات كبيره جدا داخل المجتمع برضه احد اهم التهديدات اللي موجوده يعني. طيب ما ينفعش أستاذنا نعدي النقطة ديّة من غير ما نثير هذا السؤال، والحقيقة اللي هو بيشغل بال الكثيرين، لإن مش عايز أقول كثير من الشعب المصري، ولكن معظم الشعب المصري بينه وبين أجهزة الأمن زي ما نقول كده عداوة أو طار بايت. الشعب عمل إيه في 2011 28 يناير لمّا سنحت له الفرصة قدر إن هو يعني يهاجم أجهزة الشرطة أو أقسام الشرطة. نعم. عايز أقول إن هو حتى كمان بعد 2013 الأجهزة الأمنية ارتكبت من المذابح وأراقت دماء وظلمت الكثير وشردت، فأصبح لأ في إشكال كبير بين الشرطة والمجتمع. أكابر المجرمين اللي سفكوا الدماء واللي ظلموا الشعب المصري، إحنا رؤيتنا إيه؟ هنتعامل معاهم إزاي؟ نعم. هو طبعا في كل دول العالم مع اي تغيير بيحصل بيبقى في حاجه بيسموها المرحله الانتقاليه يعني. المرحله الانتقاليه دي جزء منها في الحقيقه هو رد المظالم ان صح التعبير، وبرضه تحقيقات بس سريعه وناجزه. ليه؟ لأن التحقيقات دي دايما تبقى أداة لتبريد المشهد إن صح التعبير وتجاوز المرحلة. زي ما حصل مثلا في أحداث بورسعيد. اهم. أحداث بورسعيد دي حادث مفجع. نعم. مئات الشباب المصري قتل، وقتل بأيدي فاعلين. مش قتل كده نتيجة التدافع، وأصلا ما فيش أعداد بهذا الحجم بتقتل من جراء التدافع يعني. نعم. ولان زي ما بيقولوا يعني ايه، اللي قدامك محترف وبيستخدم كل الادوات وعنده قدره على المراوغه بشكل او باخر. فانت اذا انت محدد هدفك بشكل واضح من الاول، انت ازاي هتعمل عداله ناجزه في غضون ايام او اسابيع على اقصى تقدير، اهم. بحيث ان هو كل الناس اللي هي ارتكبت جرائم اللي هي ترتقي لجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، ده موجود في الحالة المصرية. موجود ناس عملوا كده يعني. نعم. ناس حرقوا جثث وناس قتلوا شباب وكبار وشيوخ إلى آخره يعني. بالمناسبة لسه ذكرى سيارة الترحيلات لسه كان من يومين، نعم. واللي راح فيها يعني 37 شاب مصري اتقتل على صحيح. عربية ترحيلات وماتوا جوه صحيح. العربية. صحيح. ففكرة العدالة الناجزة أي حد في الحقيقة هيحاول إن هو يتجاوزها أو يغض الطرف عنها أو يحاول يعتبر نفسه سياسي إن هو يمررها أو يلف من حواليها. لا، هذه ضمن ثوابت كل مشاريع التغيير في العالم كله. بغض النظر التغيير ده في الحقيقة كان تغيير ثوري، كان تغيير من داخل المؤسسة نفسها، بتأتي المرحلة اللي هي الانتقالية ديت بيبقى الأصل فيها ما أنت عشان المجتمع ده يستقر. هو يستقر إزاي؟ وهو شايف اللي قتل اخوه ما حصلوش حاجه، اهم. واللي حرق جثه ابنه ما حصلوش حاجه، واللي اغتصب بنته ما حصلوش حاجه. ايوه، انت هتجيب استقرار منين للمجتمع؟ نعم. لازم المجتمع يحس انه في قوه قادره على حمايته من هؤلاء اللي هم يعني خرجوا عن كل الاعراف والضمائر والشرائع الى اخره. فلازم يبقى في وقفة من هذا النوع لا يمكن تجاوزها لأي أحد. هو بس المسألة في الموضوع اللي أنا بحب دايما أكد عليه، اهم. في فرق بين الواحد اللي هو رايح يعني يرد الحقوق، وفي الواحد اللي رايح يصفي حسابات ويقوم بعمل انتقامي. نعم. لا، احنا مش التاني دوت، احنا الأولاني اللي هو بيبقى حريص على يعني رد الحقوق. السؤال اللي أنا عايز أختم بيه الحلقة دي يا أستاذ رضا، وإحنا طبعًا أكيد هيبقى في حلقة تانية نستكمل فيها، لأن هو ملف إعادة تأسيس وإصلاح الأجهزة الأمنية ده ملف كبير وشائك يعني. في كتير من النظم الاستبدادية لمّا بيكون هناك عملية تغيير
بتحاول الأجهزة الأمنية إن هي تتماهى بشكل أو بآخر مع الموجة الحاصلة، ولكن ما تلبث إلا إنها تعيد الكرة وبترجع أشد شراسة وفتكا بالشعب المصري. وده الحقيقة شفناه في الحالة المصرية بعد 2013 إزاي الأجهزة الأمنية توحشت ويعني سفكت الدماء وأجرمت في حق الشعب المصري. هل الدرس ده واضح قدامنا في حركة ميدان؟ وتصورنا لهذا السيناريو إحنا ممكن نتعامل معاه إزاي؟ نعم، والله سؤال مهم يا دكتور عمر. احنا طبعا عندنا تجارب مريرة في هذا الموضوع. طبعا باعتبارنا ان احنا كنا لجنة الأمن القومي، وكان كمان مجلس الشعب تم حله، فأصبحت مسؤولية متابعة كل الملفات الأمنية والعسكرية وما إلى ذلك يعني على عاتقنا، يعني كلجنة هنا. فكان تقريبا لا يمر أسبوع إلا وعندنا ملف أمني بنناقشه، يعني قصدي مشكلة أمنية بنناقشها، مش ملف أمني، مشكلة أمنية بنناقشها يعني نعم. بشكل أو بآخر. وكان ضمن الناس اللي بيقول لنا تقريبا بشكل دوري جهاز الأمن الوطني. وكان يجي لنا اللي هو كان رئيس الجهاز السابق اللي هو عادل جعفر، مهم. رئيس جهاز الأمن السابق، الأمن الوطني السابق. فكان يجي لنا، فكان دايما يقول لي خلاص يا ست النائب، ده دي عهد وخلاص واتقفل عليه. فكرة بقى التعذيب وفكرة اقتحام المنازل ليلا وما اعرفش ايه، ده خلاص انسى القصة ديت. يعني اي حاجة بتحصل من هذا النوع ممكن تعتبرها حد بيغرد خارج السرب، وده تصرف استثنائي والى اخره. بقول له يا سيادة اللواء، ده حصل في المكان الفلاني والمكان الفلاني. قال لي ما احنا اصل مصر دي بلد كبيرة زي ما حضرتك عارف، لكن انا بكلمك على آه، الإدارة قرارها إيه؟ قرارها لأ، إن كل الأساليب القذرة اللي كانت بتتم مع المواطنين أو مع الشعب في الفترات الماضية لم تعد، قصدي موجودة. إحنا شفنا عادل جعفر وهو رئيس جهاز الأمن الوطني، وكل الانتهاكات اللي حصلت لكل الناس، هو نفس الشخص، بس ده بوجه وده بوجه آخر. أيضا كان بيجي لنا اللي هو نائب مساعد وزير الخارجية الداخلية، أنا آسف، للأمن العام، اللي هو أحمد حلمي. فكنا نطلب منه بيانات وأرقام ونطلب منه تقارير، فلاقيه جايب لنا تقارير خاصة بالمرور، خاصة بقضايا الآداب أيوه، فين التقارير اللي هي خاصة بالأمن السياسي؟ فين التقارير الخاصة بالأمن المجتمعي؟ موضوع البلاك بلوك كان حاضر، يعني قصدي وبقوة. فيجي يغرقك ويجيب لك شوية تقارير كلها ملهاش أي معنى بأي شكل. طيب الأمر الثالث إن هو ضابط أمن دولة، لأنه ساعتها بقى كان أمن دولة كبير، مش هقول اسمه يعني عشان برضه احنا اتصل بيا، يا ست النائب أنا عاوزك تشوف لي يعني تنقلني لشرطة المطار. مهم. وصحوبية بقى بعد ما كان هو رجل الأمن الدولة اللي هو الوجه اللي هو الآخر، هو بيجي دلوقتي بيقول لك أنا بقيت يعني واحد مختلف، لدرجة إن أنا عاوز أبقى يعني إيه، أروح قصدي شرطة السياحة في المطار. وفي الحقيقة كان بيدور على مكتسب، مش مسألة مهم. طيب. فكل هؤلاء إحنا شفناهم في أكتر من محطة بعد ما استلم الدكتور مرسي رحمه الله. شفنا قد إيه كل يعني على شاشات التلفزيون كان بيجي البلاك بلوك وهم بالأقنعة بتاعت. تخيل بقى، أنا عاوزك تتخيل معايا إن مثلا كان حد إسلامي طلع مثلا عمل اللقطة ديت، نعم. كان ممكن يخرج من داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون. مستحيل. ما دول كانوا بيخرجوا ويمارسوا حياتهم ويروح يعمل عمليات قطع الطرق وحرق مش عارف ايه وكل حاجة تحت سمع وبصر، يعني قصدي جهاز الشرطة يعني. طيب جهاز الشرطة مثلا جه على سبيل المثال في القضية بتاعت، وهي خلاها قضية رأي عام، وهي في الحقيقة ما تفرقش قصدي لا من قريب ولا من بعيد، اللي هو الضباط اللي هم الملتحين. هو الضابط في الحقيقة
بسلوكه مش ملتغي ولا مش ملتحي، قصدي في كتير جدا من دول العالم، حتى في الدول العربيه نفسها، فكره ان ضابط ملتحي دي امر عادي، ده لا يحرمه حقه في ان هو يبقى ضمن لا. كان في حاله تعسف شديده جدا ضدهم. كان في محاولات لحل المشكله، وكل ما يحصل اتفاق على حل بشكل او باخر، لا الداخليه تتعمد ان هي قصدي ما ت- ايه ما تتموش. طيب لما بدأ يحصل موضوع حرق مقرات الإخوان، باعتبارهم في هذا التوقيت كان الحزب الحاكم، نعم. ما هو الإخوان كانوا هم أغلبية في البرلمان هنا وهنا، وكانوا في الحقيقة، وكان الرئيس بتاعهم قصدي من الإخوان يعني، فهم كده مقرات الحزب الحاكم. أنا آسف. هل الداخلية كانت بتتدخل في هذا الموضوع؟ لا بالعكس، كانت بتدعم عملية الحرق، وهي كانت بتشغل البلطجية في هذا ففكرة إن هو يجي فعلا هذا الجهاز في المراحل الانتقالية للتغيير، ويحاول إن هو يقدم نفسه على إنه جزء من عملية التغيير، دي خديعة في الحقيقة كبرى يعني. ولذلك أي حد هيجي يكرر المحاولة مرة أخرى بنفس الطريقة هيحصل على نفس يعني قصدي نفس النتائج، صحيح. أو نفس المخرجات يعني بشكل أو بآخر. فإحنا كان في منه خلص بقى دكتور عمر. حلو جدا. يعني الحقيقة يعني. نعم. ففكرة ان هو لا، احنا هيبقى في جهاز شرطة احنا اللي مصممينه. احنا هنا على فكرة مش قصدي شخصنا يعني، احنا يعني احنا الشعب المصري. نعم. يعني ده من تصميم الشعب المصري، قايم على خدمة الشعب المصري. واي حد هيحاول مرة تانية يمرر خديعة جديدة بشكل او باخر، لان زي ما بقول لك بوضوح شديد، فعلا في تصور واضح يعني معروف. جهاز الامن الوطني هتعامل معاه ازاي واضح بالنسبه لي. جهاز الامن المركزي، ويمكن الامن المركزي بالذات محتاج شويه تفاصيل ناتي عليها ان شاء الله في حلقه يعني اخرى. واضح بالنسبه لنا هنتعامل مع الاجهزه دي ازاي. ليه؟ لان هو جهاز معلش الامن الوطني، وجهاز الامن المركزي، او قطاع الامن المركزي، وقطاع الامن العام، دول في الحقيقة أجهزة أشبه بالأجهزة العسكرية مش الشرطية. فأنت هتتعامل معاها إزاي بحيث إن أنت تحقق هدفك من غير ما تحول الموضوع ل قصدي حرب مفتوحة نعم. بشكل أو بآخر. نعم. أخيرا، هل حضرتك حابب توجه رسالة حالية الآن لأفراد الأجهزة الأمنية أو الأجهزة الشرطية في مصر؟ أنا الرسالة دي في الحقيقة وجهتها قبل كده، وفرصة إن أنا أوجهها مرة أخرى من خلال منبرك يا دكتور عمر. وهو إن هو ليه جهاز الشرطة قابل على نفسه وراضي عن نفسه إن هو يبقى خصم للمجتمع أو خصم للشعب. ما هو جهاز الشرطة ده، الشعب ده هو إخواتك وعائلتك وجيرانك ليه أنت ترتضي لنفسك إنك تكون العصا أو الفزاعة اللي بيفزعوا بيها الشعب؟ أنت قصدي مستفيد إيه من هذا الموضوع؟ نمرة واحد. نمرة اتنين، أنت عارف إنه في الآخر اللي بيدفع الفاتورة في كل مرة، على فكرة مش في مصر بس، في كل دول العالم، اللي بيدفع الفاتورة جهاز الشرطة. نعم. ليه؟ لأنه منظومة الحكم الاستبدادي مصدرة الجهاز دوت باعتباره العصا اللي اللي بيسموها بيهوش بيها الشعب، أو يعني بيشاور بيها قصدي للشعب. فأنت خد بالك، هو التغيير مسألة وقت. على فكرة مش أنا اللي بقول كده، انت لو بينك وبين نفسك سألت قياداتك في الداخلية هيقولوا لك الكلام دوت، لو سألت جيرانك هيقولوا لك الكلام ده، لو عندك ضباط في الجيش اسألهم هيقولوا لك الكلام ده. ففكرة التغيير يعني في أولا هي سنة كونية، لكن في الحالة المصرية بقت ضرورة بشرية كمان. فهو التغيير جاي، فأنت لازم تعيد تموضعك من الآن في الحقيقة، وتبقى عارف إن التغيير ده لما يحصل، أنا لن أسمح لأحد إن هو يستخدمني في إن أنا أقف ضد إرادة الشعب أو ضد إرادة المصريين، أو يستخدمني في الحقيقة باعتباري العصا الغليظة اللي بتقهر يعني هذا الشعب. رابع حاجة،
زي ما قلنا كده أثناء الحلقة، إحنا مش جاء لينتقم الحقيقة، إحنا جاء ليضع الأمور في نصابها، بمعنى اللي ارتكب جرم هيتحاسب عليه، لكن إحنا مش هناخد عاطل في باطل في الحقيقة. مش في ذهننا فكرة الانتقام والتشفي، مش حاضر عندنا. إحنا اللي حاضر عندنا إن مصر من حقها إن هي تتحول لبلد محترم، بيحترم شعبه، وبيحترم ناسه، وبيلتزم بالقوانين والأعراف في الآخر يعني. فأنت كرجل شرطة، طب الناس اللي هم ارتكبوا جرائم، في أكتر من كده، اللي هو ارتكب جريمة، هل في امل ان هو في الحقيقه يعتق نفسه من الجريمه ديت؟ في كل دول العالم، وحتى في الاسلام بالمناسبه يعني، اذا هو اقلع عن هذا الفعل، وفعلا حاسس بان هو ارتكب جريمه في حق بلده وفي حق شعبه، وان هو اصبح زي ما بيقولوا ايه، عنصر فاعل ومؤثر في المرحلة المقبلة للتغيير. أعتقد يعني مثل هذه الشخصيات هيبقى فيها نظر في التعاطي معها، باعتبار إن هي صححت من أوضاعها وأعادت تموضعها مرة أخرى. لكن أنت مستمر ومكمل، أنت ربنا يوفقك بقى. أنت قصدي أنت يعني إيه، خلاص يعني أنت اخترت لنفسك زي ما بيقولوا يعني. فارجع واقول يا اخوانا، يا ضباط وافراد وعساكر جهاز الشرطة، في الحقيقة انتوا بيتم استخدامكم أسوأ استخدام، وساعة الجد انتوا اللي بتدفعوا الفاتورة الكبيرة، فانتبهوا لهذه المسألة. أستاذ رضا فهمي، رئيس المكتب السياسي لحركة ميدان ورئيس لجنة الأمن القومي ببرلمان الشورى سابقا، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على الحلقة الثرية. إعادة هيكلة جهاز الشرطة المصرية ما بتتمش بقرارات إدارية، ولا بتغيير أسماء أو قيادات، ولا بحلول جزئية منفصلة عن السياق السياسي العام. أي عملية إعادة تأسيس حقيقية تفترض سلطة مدنية قادرة على الرقابة والمحاسبة، وتفترض تطهيرا واضحا وإحلالا وتجديدا في البنية والعقيدة، وإخضاع استخدام القوة لقواعد القانون لا منطق الاستثناء. الطرح اللي اتناقش النهاردة في الحلقة بيتعامل مع الملف كمسار طويل ومكلف، مرتبط بإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبتحويل جهاز الشرطة من أداة ضبط إلى مؤسسة عامة خاضعة للمساءلة. إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في مصر جزء من معركة أوسع حول شكل الدولة وطبيعة السلطة وحدود استخدام القوة. دي كانت حلقة ميدان حول إعادة هيكلة وإعادة تأسيس جهاز الشرطة المصرية. نشكركم وإلى اللقاء في حلقة أخرى من بودكاست ميدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.